الناس اللي بتبقى دايمًا بتقعد تتكلم عن الfreelance وتحليل البيانات، الشركات ما بتشاركش الdata بتاعتها، الdata analysis مش مجال مناسب لتحليل البيانات. طب وأنت إيه أكتر منصة كانت زي ما نقول عليها كده الحصان الأسود بالنسبة لك؟ أكتر منصة كانت بتجيب لك شغل؟ احكِ إمم. لنا الprocess بتاعة أول عميل، لإن دي مهمة أوي. أنا كنت مخلّص شغل الشركة في السعودية تمام، وهُم شافوا شغلي وشافوا الجودة اللي أنا باقدّمها والدعم والsupport وكده، وعلى أساسها قالوا لي تعالَ مثلًا نمضي عقد وكده يعني، والحمد لله يعني. السلام عليكم، باشمهندس مصطفى، وعليكم إيه السلام. الأخبار؟ وعليكم السلام. والله تمام الحمد لله، والله في نعمة الحمد لله. يا إيه رب الأخبار يا دايمًا. أنا جِبت باشمهندس لكم معاك؟ النهارده مفاجأة. الحمد لله والله بخير. جِبت لكم النهارده مفاجأة عشان خاطر الناس اللي بتبقى دايمًا بتقعد تتكلم عن الfreelance وتحليل البيانات، الشركات ما بتشاركش الdata بتاعتها، الdata analysis مش مجال مناسب لتحليل البيانات. جِبنا لكم باشمهندس مصطفى ما شاء الله عامل أكتر من 300 project في الdata analysis على مواقع مختلفة للfreelance. إن شاء الله النهارده هنحاول نتكلم معاه على قد ما نقدر، نكتسب منه experience على قد ما نقدر، نفهم إزاي نقدر نخش الfreelance والعمل الحُر من بوابة الdata analysis. يا باشمهندس مصطفى، احكِ لنا كده عنك يا باشمهندس. والله أولًا أنا بارحّب بحضرتك يا باشمهندس مازن، وبارحّب بكل الناس تمام. اللي هتشوفنا وهتستمع لينا يعني تمام، وشرف ليّا والله إن أنا أكون مع حضرتك يعني تمام، وإن إحنا حبيبي نفيد الشرف أي ليّا. شخص ونفيد أي شخص ممكن يكون ليه رزق في أي حاجة في المستقبل أو من خلال البودكاست اللي إحنا مع بعض فيه دوّة تمام. آآ السؤال يعني حوار الfreelancing في الdata هل موجود؟ موجود، موجود وبكثرة، لأن الناس متخيّلة غير يعني الشركة مش هتطلّع بياناتها، ده مش بيحصل، لأن أنت كده أنت حاجة من الاتنين تمام. أنت يعني أنت مثلًا بتتعامل مع الشركة دي في شركات ممكن تدّيك الdata عادي تمام، ومش في الغالب يعني مش كلّها flat file يعني مش كلّها Excel CSV file أو أيًا كان تمام. زي كده تمام. ف بيدّيك dummy يعني أنت بيدّيك الmeta data بس، يعني بيدّيك الfile تمام، وبيحُط لك فيها dummy data يعني data مش حقيقية fake تمام، وبتشتغل عليها الله خالص تمام، ينوّر وبتتعامل عليك. معاها تمام. طيب هتقول لي طب ما هو كده ممكن يدّيك access على مثلًا database أو data warehouse. طبعًا أنا اتعاملت مع ناس كتيرة كانت بتدّيني access على الdatabase والdata warehouse، بس ما بيدّيكش access على الproduction، بيدّيك access على data testing تمام، يعني بيبقى في الdatabase أو الdata warehousing في حاجة منها متكبيرة زي كده test تمام، بيكون فيها إيه الlook up بتاعتك والdimension بتاعتك والشغل بتاعك الطبيعي العادي خالص تمام، وبتقابل فيه مشاكل وبتحلها، بتشتغل عليها وتعمل شغل الanalysis كل اللي أنت عاوزه أو الreporting أو الdashboard في نفس الوقت. بعد أنت ما بتخلّص تمام، بيخش معاك مثلًا meeting معين ب بنعمل لها deployment على الproduction وتشتغل معاهم عادي خالص تمام، وفي الغالب بيكون team أنت بتتعامل معاهم يعني تمام. يعني أنا اشتغلت مع شركات كانت بتدّينا access على database وفي الدول العربية هنا يعني مش هاقول لك مثلًا دول أجنبية أو هو اللي حاجات أنا زي كنت كده. باتكلم فيه معاهم يا باشمهندس مصطفى، إن في ناس بتيجي تمشي ورا الtrend، اللي هو حد مثلًا ييجي يعمل فيديو أو يعمل حاجة، اوعى تخش المجال كذا عشان تحليل بيانات ومش عارف إيه، ما فيهوش freelance الكلام ده كله، وتيجي تلاقي موقع زي upwork ييجي يقول لك إن data analysis واخدة rank رقم 9 في أكتر الشغلانات المطلوبة في الfreelance. طب أنا ليه أمشي ورا حد عامل لي فيديو وما امشيش ورا upwork مثلًا، مع إن هي اللي مطلعة الreport وهي اللي مطلعة التقرير؟ أنت فاهم قصدي؟ وكده أنت عندك حاجة اسمها في اتفاقية كده اللي هي NDA تقريبًا بتمضيها مع أي شخص، هو كده بتمضيها مع أي شخص إن أنت ما تسرّبش بياناته يعني تمام، بيبقى تقرير كده بتبقى مكتوب إن أنت ما ينفعش تسرّب البيانات وما ينفعش كذا، بتمضيها مع العميل والعملية بتمشي يعني ما فيش حد بيتكلم في النقطة دي. أنا الغالبية في تجربتي إن أنا كانوا بيدّوني dummy data زي ما أنت قُلت أو simulation data مشابهة للواقع، فأنت بتعمل له الشغل على حاجة مشابهة، بعد كده هو يحُط data مكانها. مثلًا في مثال زي الdashboard مثلًا، هو أنتم بتعملوا الdashboard على حاجة مشابهة للواقع، ومجرد ما يحُط الdata الحقيقية الdashboard تبدأ تعرض الأرقام الحقيقية. فصلتك من البودكاست معلش، بس الموضوع اللي أنا جايبك فيه فعلًا يستاهل. لو بتدوّر على طريقة تدخل بيها مجال تحليل البيانات، تعالَ أقول لك بقى نعمل إيه بعيدًا عن الفيديوهات المشتتة والمحتوى الغير مرتب. حليت لك المشكلة دي عن طريق إن أنا عملت لك بفضل الله دبلومة شاملة فيها كل اللي أنت محتاجه علشان خاطر تبدأ تدوّر على شغل. بُص معايا من أول Excel لPower BI لTableau لSQL لPython، كل ده إن شاء الله هتتعلمه في خلال الدبلومة. لكن عايز أقول لك حاجة مهمة، الأداة لوحدها عمرها ما كانت هتكون سبب في إن أنت تلاقي شغل. عشان كده بنشتغل على عقليتك كمحلل بيانات أو الdata analysis mindset. هتفهم إزاي تقدر تعمل data analysis فعلًا أيًا كانت الtool، إزاي كمان تقدر تعمل insights حقيقية.
وهنتعلم اساسيات البيزنس اللي تخليك ان شاء الله قادر تدي ريكومنديشنز في البيزنس اللي انت شغال فيه او الدومين اللي انت شغال فيه. طب الدبلومه للديتا اناليسيس بس؟ لا، انا عايز اقول لك ان احنا هنحطك على الطريق بشكل قوي في الداتا انجينير برضه. ما انا قلت لك هنتعلم بايثون وسيكوال. احنا كمان ضفنا ان انت بعد ما تخلص الدبلومه بعمل لك سيشن اسمها فريلانس، بنشوف ازاي بقى بعد ما اتعلمنا الكلام ده كله ازاي اجيب منه فلوس، ايه هي مواقع العمل الحر، ازاي بقدر اجيب شغل من السوشيال ميديا، لان كل الناس هاجمه دلوقتي على مواقع العمل الحر اذا كانت خمسات ولا مستقل. في فلوس بتقدر تتجاب من السوشيال ميديا يا جماعه. والاهم من كل ده فعلا ان انا اخليك تطبق على داتا حقيقيه لشركات انا اشتغلت معاها في الفريلانس. المفاجاه الحقيقيه اللي انا جايبها لك النهارده مش ده بس، المحتوى اللي انا قلته لك ده كله باذن الله هيبقى بسعر رمزي، لعل ان احنا نكون سبب في ان انت تبدا. لو حابب تبدا وتعرف التفاصيل هتلاقي رقمي تحت في الديسكريبشن او في وصف الفيديو، ابعت لي وانا هقول لك كل التفاصيل اللي انت محتاجها. شكرا. بالظبط كده. هو كده كده لازم هتقابلك مشاكل، يعني انت كده كده انت مثلا انت عملنا في التستنج وادومي داتا واشتغلنا عليها وكل حاجه والدنيا تمام، فتيجي بتحطها على البرودكشن تمام، او تعمل لها ديبلويمنت على الريل داتا تمام، او الرو داتا الاصليه تمام، بتقابلك كام مشكله كده في خلال 10 15 يوم. هو بيكون الكلاينت او الكاستمر خلاص بقى يعني فاهم وواعي وشاف المشاكل اللي فيها، بيرجع لك تديله السبورت اللي هو محتاجه في الداشبورد او في التقرير بتاعه او في الحاجه اللي انت عاملها معينه تمام، وبيشتغل عليها. لكن انت كداتا يعني في الغالب برضه ايه، يعني هي الداتا سريه كده كده في الغالب. انت اصلا هو اساسا اللي جاي لك بالشركه نفسها ما بيكونش ليه اكسس على الداتا نفسها في اوقات، يعني هو برضه هو واخد ايه دومي داتا تمام. ومعظم الشغل كعرب تمام، كمواقع عربيه كمستقل او خمسات او ايا كان الموقع او نافذ لو المواقع دي تمام، او حتى شغل مثلا انت عامله بره، مثلا عندك قناه يوتيوب او حاجه معينه، او بتعمل ماركتنج لنفسك في حاجه معينه، بيكون تمام هو شخص وسيط. لا هو اللي يعني بيعتبر بتبقى ثلاث جهات تمام. انا هتكلم على الوطن العربي بتاعنا او الشرق الاوسط تمام. بيكون ده شركه فعلا حلو، ده فرد من شركه تمام حلو، تمام. ده فرد تمام. وايه الفرق بين الثلاثه؟ لو انت هتتعامل مع شركه نفسها في الغالب بيدوك اكسس تمام، بس برضه ما بيكونش اكسس على البرودكشن، بيدوك اكسس وبيمشوا معاك العمليه، وبيديك بيعمل لك اكونت معين على بالدومين بتاع اسم الشركه، وبتشتغل معاهم كانك في التيم بالظبط تمام. ده حصل معايا تمام. تمام. او فرد في شركه تمام، ودوت الفرد في شركه ممكن يبقى مسهل لك العمليه، ويبقى معروف ان انت موجود جوه الشركه دي تمام، وانت اللي شغال وبتساعدهم تمام، وبتشتغل معاهم شغل عادي تمام، عادي خالص تمام. بس الفرق بينك بين الشركه اللي هو ما بيقدرش يديك اكسس على حاجات معينه، هو بيبقى ليه صلاحيات معينه بس تمام. فممكن يديك الداتا وممكن يديك جزء منها او دومي منها بس تمام. وفي الجزء الثالث وده الاكثريه يعني تمام، اللي موجود في الوطن العربي او الشرق الاوسط تمام، بيكون هو مسؤوليته اصلا تحليل البيانات، بس هو ما بيديرش الحاجه دي تمام، ما بيعرفش يعملها من الاخر يعني تمام. فبيضطر اللي هو ياخد الشغل تمام ويديه لحد فريلانسر، وفي الغالب بتبقى معاه ريال داتا وبيديها لك اصلا تمام. بس ايه يعني كده كده دي كده زي حقيقة. ما قلنا احنا بتمضي معاه ان دي ايه تمام. وبرده ايه البيانات بتاعته بتكون في امان، واسعارهم بتختلف. انت لما تكون بتعامل مع شركه غير لما يكون فرد جوه شركه غير لما يكون مع فرد لوحده تمام. دي وفي حقيقة. شركات كبيره يعني انا اشتغلت مع واحد كان شغال في روز رايس، كان بياخد 5 كي يعني ده $5000 في الشهر تمام، وشغال في ما شاء الله. جوب تايتل داتا اناليسيس يعني اناليست تمام. فيعني هي في الاول وفي الاخر ارزاق، وهو هي ماشيه دي كده، هي الحياه حقيقة. كلها كده واجتهاد واجتهاد اه مفيش قاعدة. أنا باقول لهم لو أنت نويت تفتح محل في الشارع واجتهدت وتوكلت على الله ربنا هيكرمك برضه، وهي مش ماشية بقطاع بالظبط. ولا مجال، أنت بتاخد بالأسباب هو بقى، الأسباب اللي هي انت ليك تختار مجال السعي مطلوب كده. انت ليك السعي السعي، بالضبط. مالكش دعوه، مالكش الرزق ده مش مشكلتك انت، دي مش حاجه في ايديك انت او ملكك انت. انت ليك السعي فقط، ليك السعي فقط. انا بالضبط. مامور ان انا اسعى في مجال معين تمام. هل ان انا ربنا هيرزقني في حاجه دي؟ انت هترزق بكميه يعني على حسب كميه السعي اللي انت ساعتها، بس مش لازم فلوس. انت ممكن ترزق ان انت تبقى ماشي في مسار معين تمام، يوصلك لحاجات معينه تمام. مثلا فلوس، معرفه بناس معينه او ريليشن مع ناس معينه تفتح لك ابواب اكتر من دي حقيقة. حوار الفلوس تمام. ممكن تبقى بتسعى في مجال معين تمام وما تبقاش مشهور، ومش معنى ان انت شاطر جدا تكنيكال ان انت تبقى خلاص ان انت كده انا هكسب اكتر واحد. الكلام ده مش موجود في ارض الواقع، وهي الدنيا مش عادله يعني تمام. هو دايما في مقوله
دكتور إيهاب تمام، إيهاب مسلم، بيقول لك إيه الأشهر أفضل من إيه؟ من الأشطر لأ، تمام، الأشهر بيبيع الدارس أكتر من الأشطر. إمم. دايمًا يعني تمام، فأنت مش معنى إن أنت شاطر إن أنت خلاص هتجيب فلوس كتير، حتى ممكن تبقى في الfreelancing إن أنت أشطر مني هنا كمصطفى تمام، أو من أي حد إمم. تمام، بس مش لاقي فرصة ده طبيعي وما تيأسش من النقطة دي. أنا قعدت مثلًا حوالي 6 أشهر عشان ألاقي أول شغل على مستقل أو خمسات تمام، على Upwork قعدت 6 أشهر برضه عشان أعرف أجيب أول عميل يعني ده طبيعي، وعشان أجيب أول 3 عملا في Upwork دلوقتي داخل في في كام 3 أشهر أو 4 أشهر، ده طبيعي في الشغل بتاعنا في الfreelancing ده طبيعي، بس أنت بعد ما تتخطى مرحلة معينة خلاص أنت وصلت ل10 15 هتلاقي نفسك العملية بقت أسهل وأبسط بكتير أوي، هي أصعب خطوة الخطوات الأولى الموضوع دي فتح بس معاك. دي حقيقة. بتمشي ربك بيسهّل معاك خلاص أنت بقيت trusted بالنسبة للclient تمام، بيخش حتى من غير بيشوف أنا خلّصت مثلًا 5 قبليك واخد rate معيّن مثلًا تمام، فبيكون إيه يعني أنت ما بتبيعلوش مش بتبيع له إن أنت شاطر، بتبيع له إن أنت أنا بِعت ل50 واحد قبلك، فأنت خلاص هو بي بي بيبقى عنده ثقة إن أنت شخص كويس واللي أنت أدّيت، يعني أنت أدّيت ل50 واحد قبلي يعني أكيد هتعمل لي شغل كويس يعني، تمام؟ صح. إحنا كده هنرُد على الموضوع دوّة، وهنشوف إزاي نخُش الfreelance، وهنرُد على أسئلة كتيرة بخصوص الfreelance وأفضل موقع والكلام ده كُلّه، بس إحنا الأول دلوقتي عايزين نعرف مين باشمهندس مصطفى، يعني عايزين نعرف باشمهندس طيب مصطفى اتخرّج من إيه، باشمهندس مصطفى تفاصيل عن باشمهندس مصطفى أكتر. أوكي تمام. أنا أولًا مهندس مدني خريج المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا في المنيا الجديدة تمام، قسم مدني تمام، بس يعني ما شاء وبعد الله. كده قررت إن أنا shift تمام، من هندسة مدني لdata عمومًا يعني تمام، وحاليًا أنا إمم. بادرس ماستر داخل على يعني أنا بادرس دبلومة في علوم البيانات في جامعة القاهرة تمام، فاضل لي سنة بس وهابدأ في الماستر السنة الجاية إن شاء الله في data science تمام. و ما شاء الله. وحاليًا شغّال في شركة في السعودية اسمها الأمينة للأغذية تمام، شركة وطنية شركة حكومية، وشغّال freelancing مع في Upwork ومستقل وخمسات تمام، واشتغلت مع عُملا من برّه المواقع ديّة يعني كrecommendation من ناس لمّا تتعامل مع ناس كويسة، فبرضه في أكتر من عُملا بتيجي لي بالطريقة وش ديّة لمّا تتعامل اتفضل. وشغّال مع الشركة السعودية remotely صح، من البيت؟ remotely من البيت برضه دي من ضمن الحاجات اللي هتشوفها على جروبات الفيسبوك، أكيد أنت متابع على جروبات الفيسبوك بتاعة الdata analysis وdata science واللي بيحصل عليها أنت فاهم، أنا بتبقى صراحة حاجات كنت غريبة بس. لأ، أنا كنت مبعد عن السوشيال ميديا شوية في الفترة الأخيرة من حوالي سَنة كده أهو تمام، مش بادخل على أي سوشيال ميديا زي فيسبوك أو تيك توك أو إنستجرام شوية، لإن هُم إيه إمم. بيتعبوا الواحد نفسيًا وكده، فأنا إيه كنت دي حقيقة. منعزل شوية، دي حقيقة. فأنا في آخر فترة حوار الpersonal branding ابتديت إن أنا أتجه ليه شوية تمام، حسيت اللي هو ممكن يكون فيه لقمة عيش كويسة لازم تهتم بيه، إمم. فاضطريت إن أنا أرجع تاني على الفيس وعلى LinkedIn تمام، وابتديت أهتم بيهم شوية، ف بس بنيت نَفْسك الأول، وبعد كده دخلت على طول على الإيه، ما عملت ينفعش page لنَفْسك تتكلم الأول. ما ينفعش تتكلم من غير خبرة، يعني ما ينفعش تبدأ تنزّل إمم. حاجة معيّنة من غير ما تكون عِشت إيه، التجربة، يعني ما ينفعش تكون معلِّم من غير ما تكون صبي، لازم تخش وتشوف بالضبط. وتغلط وتتعلم وتتعامل مع ده وتتعامل مع ده، عشان تقدر تتكلم، أصل هو كده أنت خلّينا إن أنت كتبت محتوى بChatGPT وليكن ونزّلته تمام، ما هو كده معروف مين صح. اللي عدّى بالتجربة ومين اللي بيقول كلام وخلاص يعني تمام، بتتعرف صح. دي حقيقة. حتى من الكلام ده. وغير اتفضل، اتفضل معلش. فالموضوع بيبقى معروف يعني تمام، زي المحتوى اللي نازل في LinkedIn الأيام اللي فاتت دي، يعني حاجة مزعجة جدًا، يعني أنا باتضايق لمّا ألاقي بوست مكتوب بChatGPT الصراحة، باتضايق جدًا يعني الصراحة جدًا يعني ومنشور هي سطحي. هي دي بُص، هي دي بقت منتشرة، حتّة إن المنشور يتكتب بChatGPT وأي حد بيكتب في المجال، بس أنا برضه مش مشكلتي في ده، هو ده ممكن يكون بيطبّق معرفته مثلًا بيخلّي ChatGPT يكتب له post أو الكلام ده كلّه، مشكلتي الأساسية صراحةً مع اللي ينصح من غير أنت فاهم، يعني مثلًا ييجي يقول إيه، افهم. لأ ما تعملش كذا عشان خاطر ده ما فيش هنا وسيلة، ما تجرّب حاجة تانية عشان خاطر مش عارف إيه، أنت فاهم، في ناس واصلة بعقليتها إن هي بتحاول تبعد الناس عن الطريق ده عشان فاكرة إن هي كده رزقها هيزيد. ده في موقف ده لسه والله حاصل أنا لي النهارده لقيت نفسي كده. ده إمم. والله شخص معيّن باشمهندس لقيته عامل dashboard معيّنة يعني تمام، فقُلت له: "أنا ماشي. عاجباني الdashboard دي محتاج أشتريها وكده يعني." تمام. فقال لي: "ماشي أنا هابيعها لك وكده." فدخلت معاه لقيته عامل dashboard كويسة وكمنظر كشكل يعني،
تمام الى حد ما. بس ايه بقى، دخلت في الداتا موديلنج ولا عامل موديلنج ولا عامل ميجر، ده هو حاطط الكولومز بقى بصم والحاجات العاديه اللي انت شفتها. فبقول له يا اه باشمهندس انت شغلك كويس، انت ليه عامل بالطريقه دي؟ تمام انت كام سنه خبره وكده يعني. فقال لي لا انا عارف ان انت بتحكي علي ان انا اعمل فاكت تيبل والدايمنشن والستار سكيما والحاجات دي والميجرمنت، بس انا لما كنت كان كلمت واحد على لينكد ان فقال لي لا انت هتقعد تضيع وقت وتعمل الكلام ده كله، ما فيش حد ملوش لازمه ما تعملوش. انت متخيل؟ ما هو شخص زي الشخص اللي هو نصح المهندس اللي انا كنت معاه دوت، بهدل له الدنيا. ما اصلا انت صح لما يكون شغلك كويس، لما يكون شغلك كويس اكتر من حد يعمل لك ريكومنديشن. انا كمصطفى انا لو شغلي مش كويس كتعامل، يعني دايما خلي بالك ان انت التعامل مع العميل من ناحيتين برضه، اللي انت تحسس امم العميل اللي انت بتديله افضل، هو بص توب التوب، تمام دي نقطه، تمام، واللي انت مسلمه شغل توب التوب في نفس الوقت، اللي انت مهتم بيه هو بس، اللي هو واخد احسن شغل بارخص سعر، تمام تمام، رغم ان انت ممكن يكون سعرك غالي يعني، تمام، بس انت برضو يعني لازم تراعي ربنا في شغلك. يعني هو شغل من بره كويس من جوه بايظ، وبسبب نصيحه حد برضو من على لينكد ان هو نصحه بطريقه معينه. فبرضو المحتوى والتاثير لما يكون صح شخص انت مش اكيد فاهم. نفس الحكايه في مدني، تلاقي الشخص اللي عامل عماره شكلها جميل تحفه، مفيش اساسات مفيش، انت فاهم، كله بايظ. ودي الصراحه دي ما اشتغلتش في مدني ودي خالص، ما اعرفش اصلا الموضوع انا نزلت فيها تدريب بس، بالظبط. لكن ما اشتغلتش خالص بيها والله. طب كويس. طب انت ازاي دخلت طب تحليل بيانات؟ ايه المصادر اللي اعتمدت عليها ان انت تتعلم تحليل بيانات، وازاي دخلت المجال؟ فري كلها والله، يعني ما خدتش كورسات تمام. معينه. يعني مثلا اللي ازاي بقى؟ استمعتهم، هقول لك ازاي. تمام انا في الاول بدات ان انا قررت ان انا هشفت، بس انا كنت رايح على موبايل، تمام، كنت رايح على موبايل ماشي. ديفلوبمنت، تمام خلاص يعني واصريت على كده. وهنا لهنا تمام، قعدت لقيت موضوع الداتا ده ابتدى ايه يسيطر شويه في 2019 2020 كده. وانا ساعتها كنت مم. لسه فاخر سنه تانية تالتة مدني حاجه زي كده يعني، تمام، كنت مدبلر سنه ساعتها، فكده كده كنتش حابب مم. المجال يعني، تمام. هنا بدوس على مجال معين، لقيت حوار الداتا دوت والماشين ليرنينج والاي اي والداتا ساينس شويه قريب لمجال مدني. انا واخد ماس بطريقه بيور شويه، واخد statistics بطريقه معينه، فانا قلت هو ده يعتبر مجال قريب شويه من مجال دراستي ويساعدني فيه، بدل ما انا ايه آه لسه كسوفت وير انجينيرنج مثلا. الموضوع برضو محتاج مجهود جامد، هو بعيد شويه عن سوفت وير انجينيرنج بطريقه ما، هو قريب منه في يعني كسايكل، تمام، او بيتقاطعوا بيعملوا انترسكشن في مكان معين، بس برضو ايه ده يساعدني جامد. هنا اكتشفت حوار الداتا ساينس والداتا اناليسيز، وبدات الداتا اناليسيز على مستقل. والله اول بروجكت خدته على مستقل يعني كان كان بروجكت، كان سيكوال مع يعني كان داتا بيز مع باور بي اي، وانا كنت لسه مبتدئ اصلا يعني. تخيل اول تحدي تخبط فيه هوب سيكوال مع باور ما بي اي، شاء الموضوع الله. كان صعب شويه. وكنت بتعلم وبدرس في نفس الوقت يعني. يعتبر اكتر شخص استفدت منه كفري كونتنت وحد محتوى كويس هو الباشمهندس محمد زنون على اليوتيوب. هو منزل الكورس بتاعه مهما كان قديم، الكورس بتاعه ده لا يعلى عليه بصراحه، مم. تمام، لا يعلى عليه ما يعني شاء بما الله. يرضي الله يعني. انا اتعلمت منه، ويعتبر ليه فضل كبير عليا في الشغل كله، او في حياتي يعني، تمام. محتوى الكورس بتاعه جميل جدا، محتوى كافي يعتبر ووافي. وبعد كده انت بتزود من الكتب، لان برضو الكورسات كلها يعني كلها شبه بعض، تمام. المهم تبدا يعني مم. ابدا باسوأ كورس موجود في الدنيا، بس المهم تبدا بس. وبعد صح. كده تتعلم وانت شغال، تتعلم وانت شغال يعني. أ إن أنت محتاج تبدأ وتاخد الخطوة وتطبّق عملي، أهم حاجة حتّة التطبيق العملي. قُل لنا طَب كنت بتستعين إزاي بفكرة التطبيق العملي وإن أنت تعمل projects بعيدًا لسه عن لسه ما دخلناش في الfreelance، إحنا بنتكلّم الprojects اللي أنت كنت بتعملها، البروجكت انا كنت المشاريع مثلا اللي أنت كنت بخش بتطبّق على، عليها بعد ما اتعلّمت مثلًا. انا ما كنتش بعمل كده، انا كنت برمي نفسي في المشكله نفسها. يعني مثلا اروح اعمل ايه مثلا، يعني مثلا كان مره من المرات كان عميل طالب حاجه تبع الماركتنج اناليسيس، تمام، بلوكر ستوديو. انا هقول لك انا بمشي ماشي. ازاي في مبدا التعليم ده. انا ولا كنت عارف لوكر ستوديو ولا كنت عارف ماركتنج اناليسيس، تمام. بس ربنا يخلي اللارج لانجوج موديل كلها، تمام. فانا قلت خلاص ده التحدي الجديد بتاعي، تمام. تخيل بقى الشركه برضو ما كانتش صغيره، انا عملت معاهم عقد 3 اشهر او 4 اشهر يعني، تمام.
عملنا ما شاء داشبورد الله. خاصه بالماركتنج، تمام. اناليسيز فيها ايه بقى؟ فيها حاجات انا ما اعرفهاش، يعني انا ما كنتش اعرف يعني ايه جوجل اناليتيك 4، ما كنتش اعرف يعني ايه جوجل سيرش، ما كنتش اعرف يعني ايه بي بي سي، تمام، اللي هو الكوست باي كليك، تمام، اللي هي آه، حاجات تبع الحسابات الماركتنج بتاعة الناس اناليسيز. الmarketeers زي تمام. الCTR ومش عارف إيه click through rate س ومش عارف إيه والكلام ده كله. الله ينور عليك. ده أنت كل ما يعني أنا جوجل اناليتيك 4 ده حوار، يعني ده منصة لوحدها كده، دي حوار جواها ماتريكس مثلا KPIs ما تعدش، تمام. بس أنت يعني أنت حط نفسك في الموقف، والله نعرف مثلا انا دايما هو اللي بيوصلنا للنقطه اللي احنا بنعرف نحل المشكله، اللي انت ازاي تبدا، مش ازاي تنهيها. انا مش صح. هاممني ازاي الداشبورد هتتعمل، سيبك من الداشبورد هتتعمل، دي اسهل حاجه نعملها، تمام. بس في خطوتين قبل الداشبورد مهمين، تمام. اولا تنظم شغل، تمام. بمعنى ايه؟ إمم. تعرف العميل بيبقى جاي تايه، ده اول نقطه، بيبقى جاي مش عارف هو عايز ايه. وده يعني في إمم. معظم الفريلانسنج بيبقى كده. يعني انت في الفريلانسنج هم ايه، شركه ما عندهمش حد يعمل لهم الشغل ده، فهم عاوزين حد يبقى عاوز ياخدوه، تمام، يمشوهم على مسار معين، تمام. وده حصل معايا، يعني صح. مره قعدت مع عميل 6 اشهر. ليه قعدت مع عميل 6 اشهر وما وصلناش لحل في الاخر، تمام. لان كانت الغلطه مني انا، وبعدها اتعلمت. ايه الغلطه اللي انا اتعلمتها؟ ان انا ما حطيتش مسار معين نمشي عليه. كنت اعمل له الداشبورد، كنا نخش انا وهو زي كده نحكي في الميتنج، نخلص اروح اعملهم، هو يروح جاي بعديها يقول لي لا انا ما قلتش الكلام ده. يا عم ما انت قلت الكلام ده وعملته لك يقول لي لا. نعيد الموضوع ونزيد كل شويه في الموضوع زي كده لمده 6 اشهر. طب والحل؟ الحل بعدها يا نهار أبيض! اتعلمت تعليم، ودفعت ثمن ال6 اشهر اللي فاتت، تمام. ايه هو بقى؟ ان إمم. انا لازم اخده احطه على مسار معين. طيب نبدا بالديفاين بتاع المشكله. الديفاين بتاع المشكله اللي هو ايه؟ اعرف المشكله معينه. والله انا عندي مشكله معينه. طب المشكله دي عرفناها، طب انت هتحلها ازاي؟ والله نحط لها اسئله، نبدا نحط الاسئله انا وهو كلها، تمام. بعد ما عرفنا المشكله وحطينا الاسئله اللي عاوزين نجاوب عليها، تمام. نشوف الاسئله دي بنجاوب عليها من انهي داتا، من انهي مكان، من انهي سورس، تمام، نجيبها، تمام. وانت عاوز تعمل ايه بالداتا دي بقى؟ عاوز ريبورت، عاوز اطلع تقارير معينه، عايز اعمل داشبورد اتراك بيها حاجه معينه، كده انا حطيته على المسار. انا بيجي عندي ملف اكسل، وورد، ايا كان، إمم. عامل له تمبلت يعني ليا لنفسي كده، ببعته لاي شخص يخلصه، تمام، يمليه، نخش انا وهو، والله اللي انت طالبه اهو، تمام، واللي انت محتاجه هل هو ده بالظبط؟ تمام، خلاص. تمسك تحط الحاجه، في خلال 5 6 ايام تلاقي البرودكت بتاعك كده. من بعدها اتعلمت، يعني ده موقف من المواقف اللي انت لازم تتعامل بيها برضو مع الناس اللي هم في الفريلانسنج، لان هم او في الشغل الفريلانسنج، لان هو برضو بيبقى جاي هو ما عندوش تيم، وانت اللي لازم توعيه، لان هو في اوقات كتير بنسبه 80% هو ما بيبقاش عارف هو عاوز ايه، تمام. ودي صح. نقطه من النقط دي المهمه حقيقة. اللي لازم تبقى جزء يبقى كبير الفريلانسر وحتّة متعود تعديلات عليها. العُملا بقى. وحوار تعديلات ما انت العُملا هنا مميتة ما انت هنا خلاص بقى، ما انت بسبب اللي انت عملته ده انت لغيت تعديلاته إمم. خالص. ليه؟ لان انت حطيت، صح. يعني حطيت له برسبكتيف معين. انت حطيته على مسار، انت حطيته على المسار اللي مش صح. بعيد عنه، مش هيطلع بره اللاين ده ابدا. ليه؟ ما انت خلاص انت عرفته المشكله، حط الاسئله، والله دي الاسئله بتاعتك ودي اجابتها اهي، تمام. ودي الداتا بتاعتها اللي بتجاوب على الاسئله دي، تمام. لان هو ممكن، لان في عملاء كفريلانسنج، في عملاء بتحط الله اسئله، ينوّر عليك. تمام، معلش بتحط قاطعتك في الحتّة دي، بس أنت بدأت شغلك بالأسئلة. بُص، عشان الحتّة دي تبدا مهمة أوي، في ناس كتيرة في محلّلي البيانات بنقعد نكلّمهم فيها، حتّة إن إحنا انت بنبدأ بتبدا بالسؤال مش بنبدأ بالشغل. لا الداشبورد دي اخر حاجه انا بفكر فيها، اخر حاجه بفكر فيها ان انا اعمل داشبورد، بالضبط. تمام. دي اسهل حاجه واسهل حاجه ممكن نعملها. اصعب حاجه ان انت تبدا بالسؤال الصح. يعني انا دلوقتي بحط صح. الاسئله الاول. ليه؟ ما هو ممكن يحط اسئله اصلا، ممكن يحط اسئله مش موجود لها داتا، ودي بتحصل دي كتير. حقيقة. يعني هو مثلا يقول لك انا إمم. عايز اجيب المبيعات بتاع اخر 6 اشهر للفرع اللي موجود في مكه، واقارنه بالفرع الموجود في الدمام. طيب ماشي، ما عندناش مشكلة، تلاقي مش موجود يا أصلًا عم فين الdata عمود بتاعة التاريخ الدمّام أصلًا. أصلًا؟ عمودات الدمام أصلًا يقول لك مش موجودة. طب ما أنا تبني أنت dashboard وتعمل أنت flat files وتضبّط الدنيا، وفي الآخر خالص تلاقي العملية مش موجودة أصلًا، مش حاجة مش وييجي applicable يطلب خالص. منّك وساعات ييجي يطلب منّك حاجة من الشرق وحاجة من الغرب ومش عارف إيه، ومطلوب تحطها في dashboard واحدة، فتبقى إيه، شبه الdashboard تبقى زي المزاريطة كده أنت فاهم، تبقى الله حفلة. ينور عليك الله ينور عليك. فالموضوع برضه مش أنت لازم تحطه في لازم تحط العميل
او الشركه او المكان اللي انت شغال فيه في مسار معين. والله عشان ليه؟ انت بتوفر عليه هو وقت، بتوفر على نفسك وقت، بتوفر على الدنيا كلها وقت، وبتوفر عليهم فلوس في نفس الوقت. يعني انت هنا دلوقتي إيه، انت حطيته في مسار تاني. دي نقطه مهمه جدا في الشغل. حط المشكله، عرفنا المشكله، نعرفها، نعمل لها ديفاين. طب ناخد اسئله معينه دلوقتي، حاله حقيقيه مثلا، تمام؟ ولكن كنت شغال في شركه مبيعات، تمام؟ والله يا مصطفى احنا عايزين نعمل داشبورد للمبيعات. طيب هنعملها ازاي؟ تمام؟ لازم تقعد مع، والله يا استاذ يا باشمهندس مازن احنا هنعمل داشبورد للمبيعات. طيب ايه المشكله اللي بتقابلك انت عشان تعمل داشبورد؟ لازم يكتب لك الكلام ده، مش كلام، يكتبه، مش كلام، لازم يتكتب إمم. في دوكيمنت، اي ايميل، اي حاجه لازم تكتبه معاه. والله عايزين نحل مشكله اللي احنا مش عارفين نتابع المبيعات في اكتر من فرع، او عايزين نتابعها كل شهر، واكتر من ديبارتمنت، اكتر من بلاند، اكتر من ايتم، ايا كان. تمام؟ طيب ماشي، ما عندناش مشكله. طيب يا باشمهندس مازن ايه الاسئله اللي انت عاوز الداشبورد دي تجاوب لك عليها؟ تمام؟ في الغالب مثلا تخلي كل صفحه تجاوب على 5 اسئله معينين، تمام؟ مترابطين مع بعض عشان ما يكونش فيها دوشه كتير. بمعنى يعني والله يا باشمهندس والله عاوزين نتابع، لازم يكون السؤال مغلق، مش هو يعني closed question مش open question. لايك مثلا احنا عايزين open نشوف question. عايزين نشوف المبيعات ماشيه ازاي. ده سؤال open question. المبيعات بالنسبه لايه؟ بالنسبه لايه يعني؟ ما انا بالنسبة عارف في لإيه بالضبط؟ مبيعات، بس في بالنسبه لايه؟ طيب انا عايز sales اشوف by المبيعات region والّا بالنسبه. sales by sales by الله إيه بالضبط؟ الله ينور عليك. الله ينور عليك. انا دلوقتي عاوز اعمل لها بريك داون مثلا سيلز باي ديت مثلا، تمام؟ مانثلي، إمم. ويكلي، ييرلي، ايا كان، مانث تو ديت، مانث اوفر مانث. الحاجات دي كلها ما انت لازم توضحها، لازم تخلي السؤال بتاعه كلوزد، مقفول. يعني ما ينفعش يبقى العاب بتابع المبيعات في الافرع. ايوه بالنسبه للافرع دي ده سؤال مفتوح. طب بالنسبه للافرع لاخر سنه، لاخر شهرين، لاخر 3، انا عايز اتابع المبيعات. عندي المشكله انا عندي المبيعات قلت بنسبه 25%، فانا عايز اتابع المبيعات بتاعتي في خلال السنه والشهر والاسبوع. عاوز اتابع المبيعات بتاعتي، تمام؟ بالنسبه للافرع وقارنهم ببعضيهم، تمام؟ في اخر فتره زمنيه معينه. كل اسئلتك تكون مغلقه، تمام؟ تكون موضحه، تكون واضحه. دلوقتي احنا حطينا البروبلم نفسها، عملنا الديفينيشن ليها، حطينا الاسئله. طيب احنا حطينا الاسئله، اجيب منين الارقام او الداتا اللي تجاوب على الاسئله؟ انت هنا صح. حطيت 3 خطوات. طيب احنا حطينا دلوقتي بعد كده بدأت البروبلم. import الdata. هتجيب الامبورت الداتا. والله الداتا دي بتيجي مثلا من اي ار بي سيستم، دي بتيجي من إمم. من من الفلات فايلز، دي بتيجي من من داتا API بيز، بتيجي من دي من الاي بي اي، دي بتيجي من داتا وير هاوس. بقى تقعد تجمع الداتا دي كلها وتعمل اي تي ال بتاعك وتشتغل عليه. لاست بقى اخر حاجه ممكن نفكر فيها ايه بقى؟ اللي انت تعمل داشبورد، لان ده اسهل حاجه، ونغير بقى الالوان هي ونعمل الdashboard اشكال والحاجات دي بنسميها كلها. مرحلة ليه؟ الاحتفال. الdashboard بتبقى بس مرحلة بالظبط كده. الاحتفال أو مرحلة ليه؟ التتويج مش أكتر. لا بتكون اسهل حاجه ممكن نتعامل معاها، تمام؟ وبتكون بقى ليه بقى؟ تخيل احنا رحنا بدأنا العكس. حصل انا عملت كانت ايه؟ الدنيا هتبقى بايظة إمم. انا كنت بعمل كده، كنت وهتاخد تعديلات للصبح. لا بقى انا كنت بعمل ايه بقى؟ انا اقول لك والله على المصايب كنت بعملها. انا كنت كان العميل مثلا كلاينت بعت لي الرو داتا فيها مثلا 15 كولوم، 20 كولوم، 15 فيتشر مثلا، تمام؟ فكنت إمم. اضطر ان انا اعمل داشبورد مثلا فيها 10 من 5 ل 10 صفح، تمام؟ بتجاوب على كل الداتا اللي موجوده. ليه؟ ما انا مش عارف هو عاوز ايه، تمام؟ ما انا كنت ماشي بالبركه. ما انا بدات بالعكس. انا مش عارف العميل نفسه، ما انا مش عارف العميل نفسه هو محتاج ايه، تمام؟ فدي مشكله من المشاكل اللي كنت صح. بعملها زمان. يعني كنت بعمل داشبوردات باكتر بالهبل يعني، تمام؟ طيب وبرده الخطوه اللي احنا الستبس اللي احنا مشينا عليها دي هتخليك توصل لحاجه معينه، تمام؟ هتحلها لك. لان انت لو تشتغل في اكتر من دومين، ماركتنج اناليست، اتش ار، سيلز، فاينانشال، الله ينور عليك. أنا مرّة اشتغلت مع شركة طيارات، مرّة مع شركة أساس، مرّة مع أنت فاهم، أنت ما فيش مجال أو قطاع معيّن أنت شغال معاه، أنت شغال في كلّه. الله ينور عليك. طب ازاي هتلم الكي بي ايز؟ تمام؟ ازاي هتلم هو الله ينور عاوز عليك. ايه؟ لو مشيت على الخطوات اللي انا قلتها دي هتحل لك المشكله دي. ليه بقى؟ بسببها انا كنت بدخل ماركتنج ما بيهمنيش، رغم ان الكي بي ايز في الماركتنج اناليسيز، يعني انا عايز اوصل لك ان جوجل اناليتيك لا 4 نهاية وجوجل ليها، دي سيرش، حقيقة. السيرب،
البلاتفورم اللي انت بتدريب مع عليها داتا مثلا زي السوشيال ميديا بلاتفورم والحاجات دي كلها فيها كميه داتا لا تتخيلها. يعني انت مثلا ممكن إمم. جوجل اناليتيك 4 دوت مثلا في مثلا بتاع 400 500 كولم، انت متخيل؟ داتا صح. مهوله، تمام. بيشوف كام كي بي ايز، تمام. فانت بتتعامل مع داتا. طب ما هو انت هنا مش عارف، انا كمصطفى داخل اول مره في مجال ومش عارف ايه الكي بي ايز اللي جواه، ولازم توصل للعميل اللي انت عندك ثقه كده شخص وثابت أنت مش فاهم. مهزوز. آه. اللي انت فاهم، تمام. ما انت لازم تاخد التجربه هنا، تمام. طب ازاي تقدر تعمل كده بالطريقه اللي انا حكيت لك عليها؟ انت لما تمشي معاه تخليه هو يحط الاسئله ويحط النقاط اللي هو عاوزها، انت تحطهم على شات جي بي تي او اي حاجه، تقرا شويه عنهم، تبحث عنهم شويه، هتلاقي نفسك الله تبتدي ينور بما عليك، انك محلل بالضبط. بيانات تبتدي تلمس معاك، تمام. عندك ايه يعني النولج، تمام، الاساسيه اللي انت تتحرك على اساسها وتشتغل عليها، تمام. طيب دي بالضبط، نقطه. دي طيب حقيقة. ف أنا في عميل الموضوع كان جه طلب بسيط. مني قبل كده حاجات ليها علاقة بالأساس المعدني، وأنا ما كانش عندي أي خلفية عن الأساس المعدني ولا خلفية خالص عن العربيات. أنا دخلت بقى وكان بييجي يقول لي موقع هومز مارت. إيه هومز مارت ده؟ أنا عمري ما شُفت موقع هومز مارت ده في حياتي. ما اتعاملتش معاه غير لمّا بدأت جالي عُملا من الحتّة ديّة، حتّة إن أنت ليها علاقة بالأساس والكلام ده كلّه. فبدأت أخُش أعمل زي ما بنقول domain knowledge، أفهم وأعرف المجال وأشوف المجال ده بيمشي إزاي أصلًا. وطلع في أساس معدني وفي أساس خشبي أنت أنا ما كانش عندي خلفية كبيرة في الموضوع دوّة ما ده والأسعار النقطة والرنج. بس أهم حاجة التنظيم. الmain point بالنسبة لك التنظيم، إن أنت تمشّي الدنيا إزاي مع العميل اللي أنت توصّله لهدفه من الآخر خالص، تمام. لو بالضبط. مشينا بالعكس ده أنا باقول لك حصل معايا. أنا بس يعني باحاول أفيد الناس بقدر الإمكان إن هم ما يغلطوش الغلطات اللي أنا غلطتها يعني، تمام. دي حاجة أنت مهمة. اتكلمت في نقطة مهمة أوي على فكرة. برضه أنت ما كنتش هتوصل لكده يا باشمهندس مصطفى من غير حاجة مهمة أوي أنت قُلتها، اللي هي الsoft skills، الcommunication skills، إن أنت إزاي تقنع اللي قدامك زي ما بنقول كده تبيع له إن أنت جامد. إن أنت تبيع أو مش تبيع له بقى بالمفهوم الوِحِش، إن أنت مثلًا على قدّك وأنت بتبيع له، لأ، أنت بتحاول تقنعه إن أنت جامد وأنت أصلًا عندك base كويس. أنت فاهم قصدي؟ ففكرة إن أنت الnegotiation skills أو الcommunication skills دي soft skills مهمة جدًا. لازم تكون عندك، يعني عايز أقول لك وتبصم عليها بالعشرة كمحلل بيانات. الله ينور عليك. هو في النقطة دي في نقطتين يعني حابب أوضّحهم مع أي شخص يعني. مش معنى إن أنت بتقدّم رقم قليل إن أنت هتاخد الجلوباية دي، تمام. دي نقطة لازم تبقى عارفها، تمام. ومش معنى إن أنت مقدّم رقم كبير برضه، تمام، اللي أنت برضه ممكن تاخد الجلوباية. بمعنى صح. لازم تبقى فاهم العميل كويس. هناخد مرحلة معينة تقريبًا، أو يعني بحكم خبرتي يعني، تمام، أو تجربتي. لمّا يكون العميل لسه جديد على المنصة في الغالب بيبقى داخل عاوز أرخص واحد، تمام. إمم. حلو. صح، دي حقيقة. ب ب حتى لو هو لسه ما اتلسعش من الfreelancing، يعني في ناس شغالة نُص لِبّة كده الدنيا بايظة معاها، تمام. فهو ما اتلسعش، تمام. فهو أنا هاقول جاي لك، ياخد أنا دخلت في حتّة الgraphic design، كنت عايز graphic designer تمام. ودخلت على موقع الfreelance بس المرّة دي كمشتري مش كfreelancer. أنت فاهم؟ اتلسعت فاهم. اللسعة دي الله ينور عليك. فاهم. دفعت تَمَن لوجو قسمًا بالله. يعني لوجو ما يعني مش طبيعي، بس ومع ذلك دفعته عشان الإحراج. أنا يعني أنت فاهم، الراجل آه. عمل لي كذا تعديل بس لأ، ما فيش بيخش يعمل لي اللوجو من الAI ويدّيه لي. أنت فاهم؟ الله ينور عليك. أنا لسه بقى جاي أحكي لك أهو، ما أنا جاي أحكي لك أهو، تمام. هو اللي لسه داخل جديد في المواقع بيختار أقل قيمة، تمام. يعني هو مدرك إن هو مفكر إن كلنا مستوى واحد في الfreelance أو في إمم. الtechnicality بتاعتك اللي أنت شغال بيها، تمام. فهو بيعمل إيه؟ فبيضطر يختار أقل قيمة، لأن هو جاي من فكرة ده الfreelancing ده ياخد مبلغ صغير وخلصت الشغلانة دي وأبقى كده استريحت من الحوار ده. بس هو ما يعرفش إن هو ممكن يدفع أضعاف المبلغ اللي هو دفعه دوّة بسبب اللي هو هيعدّل وراه، هيلِم وراه، يبوظ له الدنيا دي يعني، حقيقة، تمام. دي طب حقيقة. العميل القديم أو المتوسط، العميل القديم أو المتوسط هو مُدرك إدراك كامل وعارف إن في أشخاص كويسة وأشخاص وحشة، تمام، كجودة عمل. فأنت هنا أنت لازم تبقى كل المواقع بتبقى معرّفاك مين ده عميل جديد، هل عميل قديم، هو نسبة اختياره للناس قد إيه، هو اشتغل مع ناس قبل كده والّا لأ. لمّا تلاقيه شديد قلِّل السعر، لمّا تلاقيه قديم، تمام، حُط سعرك العادي. طيب ليه أنا أقلِّل السعر مع شخص جديد؟ عشان أكسبه، أجُر إمم. رجله بس. طب والله أنا دلوقتي عملت لك صح. العرض ده مثلًا وليكن ب$50، $60، $70، $20. أنا باشتري عميل، كإنّك بتاخد acquisition لو أنت في باشتري الmarketing analytics. عميل، الله ينور. آه، إمم. باشتري عميل حاليًا، أنا اشتريته دلوقتي ب20، ب$20،
تمام، انا عارف ان الشغل اللي انا عامله ب $100 ب $120 ب $150، بس انا اشتريته ب $20. حلو. هو كده كده هياخد خدمه وجوده كويسه قوي، هيجي يطلبك تاني مره هتقول له والله انا انت عشان كنت اول مره بنتعامل فانا عملت لك العرض ده، لكن انا شغلي برقم كذا وانت شفته وجربته. تمام. فهو في الغالب بيبقى عنده حاجز نفسه، انا جربت مصطفى واشتغلت معاه وشاف شغله كويس، لا انا في غنى ان انا اروح اختار واحد تاني وادفع اقل، لا انا ادفع لمصطفى هنا مثلا ال $100 الازيد او ال $50 الازيد، بالنسبه له بتبقى مريحه نفسيا. تمام، دي نقطه. دي حقيقة. تمام. انا اول السبورت. مشروع عملته يا باشمهندس، اول مشروع عملته كان مجاني اصلا، يعني ما رضيتش اخد فيه فلوس مقابل التقييم فقط. انت فاهم؟ لا انا يعني انا اول ما عايز مم. انا كنت عكسك خالص. انا اول مشروع عملته ب $5 قعدت فيه حوالي شهر، يعني انا فاكر لحد دلوقتي كان على يا خمسات. لهوي. والله يعني كان $5 في شغل الشهر. كتير أوي. والله $5 في الشهر، كانت ساعتها الدولار ب 15 جنيه، كانوا ب 75 جنيه، انا فاكرهم لحد دلوقتي يعني. تمام. ف اه بس عايز اقول لك يا باشمهندس مصطفى، لما بتيجي تفتكر الحاجات دي او تيجي تشوفها تلاقي ان انت الحمد لله ان انت عملت كده، لان هي دي اللي بتكون الخبرة قبل الفلوس. يعني انت، انا بقى دايما يعني بقول الخبرة قبل الفلوس. والله بُص، هو الموضوع كلّه كان مسؤولية، يعني أنا كان اللي وصّلني للمرحلة اللي أنا فيها دي ضغط المسؤولية شوية يعني. تمام. مش هو أنا يعني مش حوار إن أنا يعني سيبك من الشغف، أنا ما عندي، أنا كمصطفى ما عنديش يعني رفاهية الشغف، ممكن يكون موجود عند ناس معيّنة مم. يعني. تمام. بس أنا كمصطفى ما عنديش رفاهية إن أنا مثلًا شغف إن أنا باحب المجال ده أو بالمجال ده أو المجال ده يعني. تمام. لكن هو عمومًا يعني اللي خلّى الواحد وصل اللي هو فيه يعني المسؤولية. تمام. وأهداف معيّنة في حياته لازم يوصل لها بطريقة معيّنة، هي دي اللي بتأثّر عليه يعني. تمام. ثانيًا الشغل بتاعنا كشغل freelancing، هل هو كويس؟ هو كويس بس مش مستقر برضه. تمام. طَب إيه اللي بيخلّيه مستقر؟ إن أنت تكون معاملتك مع العميل كويس، حتى لو شغلك مش كويس. بمعنى إيه؟ إن أنت تخلّي صح. العميل مستريّح نفسيًا في support ودعم و وإن أنت تراعي ربنا في شغلك. تمام. صدّقني ربنا هيعوّضك جامد يعني. تمام. ليه؟ أنا كمصطفى أنا باقول لك أنا مثلًا على الموقع مثلًا مخلّص 50، 60 أو مثلًا 70 جوباية مثلًا، بس برّه أنا مخلّص أكتر من اللي موجود على الموقع بكتير جدًا، جدًا. ليه؟ هو مثلًا أنا خلّصت شغل وليكن الباشمهندس مازن، وهو شاف support، شاف شغل كويس، شاف شغل مستقر معاه، شاف وشاف شغل ود، ما بجودة. شافش لهفة على الفلوس. مم. لأ مش حوار فلوس، سيبك، ما هو ممكن يدفع، هو بيدفع مبالغ كويسة مش هاقول لك لأ، هو أهم حاجة عنده في الsupport الخليج ماشي، والدعم. بس عليك. بمعنى إيه؟ أنا موجود معاك دايمًا وباعمل لك شغل بجودة high quality من الآخر خالص يعني. تمام. بانصحك، هو مثلًا بيبقى جاي عاوز حاجة معينة مثلًا بسيطة، أنا باعمل له upselling تمام لحاجات معينة، باخلّيه يدفع مبلغ معين، بس هاسهّل له العملية خالص. تمام. فهنا العميل نفسه ده مصطفى بالنسبة لي، أنا دفعت لي مثلًا مبلغ وليكن X، وفّر عليّا مبلغ مثلًا وليكن Y، وفرْض مثلًا كبير. تمام. وأنا ريّحني من الشغلانة دي. تمام. بالذات شغل الdata مرتبط شوية بالautomation، وده لازم الشباب تبقى صح. مدركة إن أنت ما تفصلش الاتنين عن بعض. شغل الautomation شوية مرتبط بشغل الdata كflow، مش هاقول لك تشتغل data engineering، بس أنت لو عندك شوية flat files تمام، لازم تعمل لهم automation. تمام. الcycle بتاعهم لو بتشتغل على مثلًا Google sheet فأنت لازم تبقى عارف AppScript، لو أنت بتشتغل مثلًا على Google workspace تبقى AppScript، لو بتشتغل على Microsoft organization تبقى عارف Power Automate، حتى لو بسيط، جزء بسيط. أنا مش عارف Power Automate أوي يعني، بادوس فيه يعني قدر الإمكان على الحاجات اللي أنا باعرفها، وباتعلم من هنا ومن هنا. AppScript بيتكتب بجافا سكريبت. تمام. تمام. أنا مش عارف جافا سكريبت، عارف بايثون، بس باكتبه هنا على ChatGPT، على جوجل اي ستوديو، هنا بتمشي الدنيا وبتشتغل معاك، مش محتاج ان انت تكون حاجه توب يعني، حاجه متوسطه عاديه خالص هيمشي معاك الدنيا يعني. وانت بدأت يا باشمهندس مصطفى كفريلانسر ولا كموظف الأول؟ انا ما اشتغلتش كموظف الا قريب يعني، من حوالي شهرين كده او 3 بس، مم. لكن لكن شغله كله كنت في كان الأساس فريلانس. أنا عايز أقول فريلانس. لك إن اه الفريلانس هو اللي جاب لي الفول تايم جوب. يعني أنا لما جيت عملت العميل نفس شغل مش المبنى عارف إيه، نفس المبنى هو اللي عيني في الشركة. هو أنت نفس فاهم؟ المبنى، نفس الكونسيبت بالضبط كده، اللي هو ده اللي حصل معايا يعني. أنا كنت باخلّص شغل الشركة في السعودية. تمام. وهُم شافوا شغلي وشافوا الجودة اللي أنا باقدّمها والدعم والsupport وكده، وعلى أساسها قالوا لي تعالَ مثلًا نمضي عقد وكده يعني، والحمد لله يعني متيسّرة الحمد لله، ده اللي وبتجيب أنا لي عروض بتكلم خلّي فيه. بالك في
بتجي له عروض على لينكد ان كتير، يعني في ناس بتكلمني على لينكد ان، بس انا لحد اللحظه اللي انا شايف، يعني شايف الله. ان الفريلانسنج كويس شويه عن عن الشركات. يعني انا كوجهه نظري كمصطفى، انا شايف ان الفريلانسنج هو فلوسه متوسطه، مش هقول لك الحاجه الواو يعني، تمام، فلوسه متوسطه بس وقته كتير، انت بيبقى عندك وقت برضه فراغ تطور نفسك كويس فيه. لكن شغل مم. الشركات بيبقى برضه ايه، وقتك قليل وفلوسها مهما يكون برضه بتكون قليله عن يعني انت ممكن تخلص لك جوب واحده بس في اسبوع مثلا بمرتب بمرتب الشركه بتاعك في الشهر، ده معروف الله يعني، ينور، تمام. ده اللي انا كنت بكلمك فيه. ساعات بتقعد مثلا اسبوع انت مضغوط، اي نعم، بس صراحة لما تيجي تخلص شغل الاسبوع بيبقى بتمن مرتب قبضين في شركة تانية مثلا. انت فاهم؟ اه ما هو بتفرق في ما هو دي الحتة دي. النقطه. اه فانت بالظبط انت كده. محتاج تبقى متعلم ماني بلاننج صراحة، او محتاج ازاي تنظم فلوسك، عشان خاطر لو انت مش متعلم الحركة دي انت ساعتها الدنيا هتضيع منك، لان انت ساعات السبع بقرات السمان توفرهم في السبع بقرات العجاف. لا ومش كده بس، انت كمان حوار الوقت، يعني حوار الوقت انت بقى، يعني انت لما تشتغل فريلانسنج، حوار التايم مانجمنت دوت الموضوع مش سهل. انا كان بيبقى معايا 4 عملاء في نفس الوقت وثلاثه في امم. نفس الوقت، فانت هنا صح. ازاي تحسس ان العميل انت معكش حد في نفس الوقت اصلا، ان هو ليه البريوريتي، الهاي بريوريتي بالنسبه لك، واساسا ان انت ما دي تحسسوش ان حقيقة. انت تحت بريجر رهيب، تمام. انا حرفيا كنت بعد اوقات بشتغل ب 16 ساعه، تمام. فهنا برضو دي نقطه، يعني لازم يبقى الشخص مدركه في الفريلانس، تايم زون مختلف. انت بيبقى معاك، انا اشتغل لما بشتغل أنا حتى بسبب ان انا كنت شغال مع ناس من الخليج وكده، فكان بيعمل لي ريكومنديشن لناس من دول اوروبيه، فانت كنت تلاقي ناس في هولندا واسبانيا وايطاليا، تمام، وناس من امريكا، فالتايم زون مختلف. لما اشتغل على ابور تايم زون مختلف، انت عارف امريكا بيننا صح. وبينها 9 ساعات 8 ساعات، فانت هنا العمليه برضو ايه، ان انت عاوز تصحى الصبح عامل الشخص الموجود في الشرق الاوسط، وشويه بعد المغرب بشويه تتعامل مع بعد الساعه 12 تتعامل مع الناس اللي شغاله في تايم زون تاني مختلف، في نفس الوقت كل الناس دي ما تحسسك ان انت مضغوط اصلا. فالموضوع برضو فيه ضغط، مش بسيط يعني، مش بسيط. طب ايه التولز الاساسيه اللي انت اتعلمتها يا باشمهندس مصطفى؟ يعني ايه التولز اللي انت الاساسيه اللي انت اتعلمتها كمحلل بيانات؟ آه يعني انا بشتغل باور بص، هو مش هتفرق معانا التولز يعني، تمام، ايا كانت التول، انا ما بشتغلش على تابلو مثلا، تمام، بس التولز اللي انا بشتغل عليها باور بي اي، بشتغل على اكسل، جوجل شيت، تمام. عندك سيكوال، تمام. ايا كان التول ماشي. هشتغل عليها بقى، مش هتفرق معايا، بتحط في حاجات معينه ممكن اشتغل عليها. يعني مثلا ماركتنج اناليسيس بيبقى في حاجه اسمها بتبقى سيرد بارت بتجيب لك داتا مثلا، تمام، مش لاقي حاجه زي فانل، حاجه سوبر ماتريكس، مش عارف ايه، الحاجات دي بتتعلمها وانت ماشي في الطريق، تمام. حاجات مثلا لما تكون بتجيب داتا من اي ار بي سيستم معين، فانت بتضطر تتعلم جزئيات في الاي ار بي سيستم، فما يهمكش انت. انا كان مصطفى اتعلمت لوكال ستيريو مثلا، تمام، رغم ما كانش ليا، ما اعرفوش قبل كده، تمام. اتعلمت على حسب الحاجه اللي بتحط فيها بتعلم، يعني ماشي الدنيا فيها، يعني ما دي بكونش ما حاجة. بكونش الحاجة التانية برضو اللي كنت بكلمهم فيها اللي هي حتة يا باشمهندس، ان انت المفروض ما تنتظرش ان انت يجيلك شغل مثلا كمحلل بيانات. انت ساعات بيجيلك شغل مثلا حد طالب منك تعمل حاجة في الاكسل او الباور بي اي، هي مش بالضرورة ليها علاقة بتحليل بيانات، بس انا متعلم التول ديت، متعلم الاداة ديت، متعلم ازاي اعمل الحركة دي في الاداة ديت. انت فاهم قصدي؟ بالظبط بس. يعني مثلا كان بالظبط يجيلك شغل مثلا ليه علاقة بحاجة معينة في الاكسل مثلا. انت فاهم؟ بس انت ما جاش قال لك انا عايزك تعمل لي شغل تحليل بيانات، هو مش مسماه، قال لك ان هو عايز يجي تعمل تحليل بيانات، بس هو فيما مضمونه شبه تحليل بيانات، او انت فاهم الاكسل معناه ايه. لان في عملاء كانت اه بتجيلي هي مش عارفه تحليل بيانات اصلا، بس هي طالبه شغل ليه شبه تحليل بيانات. بالظبط كده، بالظبط كده، بالظبط. وغير كده بتبقى فاتحه ليك، اصل هو كده كده. يعني انا هقول لك ايه، برضو حوار اللي انت ازاي تمسك عميل وتوصله اللي انت عاوزه، تمام. انا وليكن العميل ممكن يكون بيطالب حاجه على جوجل شيت مثلا، تمام، وعنده عاوز يعمل لها مثلا معادلات وكده يعني، تمام. فانا بدخل معاه ونتكلم وبتاع، طب انت اللايف سايكل في الشركه بتاعك ماشي ازاي؟ والله انا عندي اكتر من فرع في اكتر من مكان ومش عارف ايه والكلام ده. بقول له ايه رايك لو خليت لك كل الافرع دي تكلم بعضها وانت قاعد في مكان واحد في شيت واحد؟ هنا هنا تمام. انت بتعمل اب سيلينج لنفسك. انت كان هو طالبك في شيء بسيط، هنعمل شيت اكسل، شيت جوجل شيت بسيط كده، هو نحط فيه شويه داتا وخلاص، تمام. انت لا، خدته المكان ده، واو، وانا اقدر ان انا اعمل اوتوميشن، اوصل كل ده ببعضه من غير ما اوتوماتيكلي، واعمله واعرضه في داشبورد. انا ما اعرفش الحاجه ان دي موجوده اصلا، تمام. فانت هنا استخدمت خدته من البايثون قبل من كده في مكان. الاوتوميشن؟
مش بايثون، انت على حسب الاداه، مش لازم بايثون. انت جوجل شيت عندك اب سكريبت، ما انا قلت لك ورك سبيس بتاع جوجل في حاجه اسمها اب سكريبت. تمام، الاب سكريبت دوت موجود في كل اللابس ترمينال عارف جوجل. عارف. تمام، مم. فانت بتكتب كود هناك بيعمل لك اوتوميشن، تقدر تمرج او ابند اني موجود في سبريد التولز كلها بتاعت موجود في التولز جوجل. كلها بتاعت جوجل، اذا كان حتى جوجل شيتس موجوده في جوجل دوكس مش عارف ايه. يعني جوجل اه شيت بتقدر تخليه مثلا يقدر يعمل باك اب اوتوماتيك كل مثلا فتره محدده، يعمل لك داونلود للفايل في المكان اه، المحدد اللي وتقدر انت عايزه. تبقى اي اوتوميشن بقى، اي اوتوميشن انت ممكن تتخيله بقى، تقدر تجيب داتا من بالظبط. هنا توديها هنا، تجيب داتا من هنا توديها هنا. تخيل انت تقدر تربط فروع كتيره وتقارن بينهم بالاب سكريبت. ده شغل من الشغلات اللي هي ايه برضه كويسه لان معظم الشركات المتوسطه والصغيره ما بتبقاش مشتركه في الورك سبيس بتاع مايكروسوفت يعني. تمام، بتبقى شغاله بتاعت على جوجل. مايكروسوفت. ومعظم الشركات دي ابتدت دلوقتي يعني الايكو سيستم بتاع مايكروسوفت هتحس ان هو رخم شويه. تمام، انا عشان بحبه برضه. ايوه دي تمام، حقيقة. الورك سبيس بتاع جوجل مريح نفسيا شويه، تحس ان الادوات متجانسه مع بعضها، غير العمليه بتاع مايكروسوفت كده، تحس ان العمليه فيها شويه صعوبه يعني. بقول لك تمام. انت برضو من ضمن الحاجات برضو اللي كنت عايز اكلمك فيها، لاني كنت بتسأل فيها كتير. الكليه بتفرق في الفريلانس او الشهاده او الكلام ده كله، ولا انت ايه رايك في الموضوع ده؟ كشغل مع عميل يعني؟ لا لا طبعا، ولا كل المايند سيت. معلش مم. يعني انت ازاي تقنع عميل بطريقه معينه ان انت تبيع له الهوا، دي برضه نقطه ما جاتش معايا من تجربه كده وخلاص يعني. انا اتعلمت يعني، ما تنساش يعني احنا بنتعلم من التجارب نفسها يعني. تمام، ما جاتش في يوم وليله ان احنا انا بنتكلم على حته شهاده، ان انت يبقى معاك الشهاد شهاده ملهاش معتمده الشهاد مش عارف منين. الشهاد ملهاش لازمه. بص، الشهاد والكورسات ملهاش لازمه عشان اجيبها لك من الاخر يعني. تمام، الشهاد والكورسات هيفيدك في حاجه معينه الا حاجه معينه. الحاجه الوحيده اللي تدفع كورس تدفع فيه حاجه فلوس معينه، الكورس اللي يكون فيه شخص منتور معاك، مش كمحتوى، كمنتور. الله ينور عليك، لازم يكون معاك كمنتور، حد بيتابعك يقول لك اه صح وغلط زي البرايفت ترينر في الجيم كده. بالظبط كده. انت لكن الدات يعني، هات ادخن كورس موجود في اي مجال دلوقتي، تمام، ايا كان ايه هو، تمام، قول لي مش موجود في كتاب معين او في كورس معين موجود على اليوتيوب او يوديمي ب 200 جنيه ولا 300 جنيه. موجود. تمام، صح. لكن الحاجه اللي مش موجوده المنتور، ان انت يكون معاك شخص يقول لك. انت ممكن تاخد ستيب معينه تقعد فيها 3 اشهر وما يكونش لها ملهاش اي 30 لازمه. تمام، ويخش في سايكل بقى ايه يعني النهارده مثلا كانت بتكلمني واحده صاحبتي دكتوره، تمام، اسنان هي، تمام، وعايزه انا هروح اخد كورس في يوداسيتي، اخد كورس في كورسيرا. لا ده الكورس بتاع مش عارف مين هو احسن كورس. يا ست ابدأي، ابدأي وخلاص. هو احنا مش فارق معانا مين افضل كورس ومين افضل محتوى، ما كلهم في الاول وفي الاخر خالص واحد. تمام، انت ما فيش حد في الكورس بتاعه يقدم اللي ما فيش حد قدمه قبل كده. هو كله موجود، كله متاح، كله موجود، بس كله الاي دي متاح. بتاعك هو البورتفوليو بقى، المشاريع اللي انت عاملها. الله ينور عليك، اعمل مشاريع، خش تجارب، اخسر، تمام، اكسب، اتعلم، اخسر، اكسب، اتعلم، اخسر، اكسب، اتعلم. تمام، لازم تخسر، مفيش حاجه اسمها ما بتتعلمش ببلاش. تمام، انت مقابل كل حاجه انا اتعلمتها والحاجات اللي انا بقولها لك دي، مقابلها انا خسرت كتير. تمام، زي مثلا العميل اللي انا قلت لك قعدت معاه 6 اشهر ده، في المقابل كسبت ايه؟ كسبت مايند سيت انا مشيت مم. بيها وصلت لمرحله معينه. تمام، المرحله دي خلتني تسهل حياتي خالص يعني، يعني من غير شركه اللي انا كنت شغال فيها مع الراجل دوت. تمام، واسلوبه وطريقته في الكلام، انا ما كنتش وصلت للمنطقه اللي انا فيها دي. تمام، لو هو كان سهل وكان ماشي العمليه كنت زماني متبهدل اكتر كمان. تمام، صح. تخيل ان غلطه علمتك كتير يعني. تمام، فالموضوع خلينا نرجع 5 6 خطوات ورا كده، واحكي لنا البروسيس بتاعت اول عميل، لان دي مهمه قوي. انت فاهم ده، دي كداتا الكروشال في الموضوع كله، الزتونه زي كان ما بنقول كده. كداتا كداتا اناليست يعني. اه كديتا اناليست اه. بص، هو اول كان ايه عميل المشروع ولقيته ازاي؟ واحكي لنا انت دخلت ايه المواقع اللي انت دخلت عليها الاول، وايه التكنيك اللي دخلت، يعني انت دخلت عملت لوجن كده على مستقل ورحت قلت يلا انا هدور على عميل، ولا ايه الموضوع اللي انت كنت ماشي ازاي؟ هقول انا على مستقل عملت اكونت سنه 21 تقريبا، سنه ماشي. 21 على ما اظن. تمام، ايام المهم يوداسيتي تقريبا صح. تمام، مش عارف بقى. المهم قعدت سنه ما استعملوش. تمام، كنت بستخدم خمسات، اتعلمت على خمسات شويه بعد كده، لان انا خمسات ما كنتش مهتم بيه قوي الصراحه يعني.
اول عميل جه فقلت من انهي انا ما كنت. منصه؟ اول عميل جه من انهي منصه؟ اول عميل كان جاي من خمسات، كان تقريبا طالب انا بوت بدايتي بتاع كانت تليجرام او خمسات حاجه. برضو، اه. كان مم. طالب بوت بتاع تليجرام او حاجه زي كده، عملته له يعني تمام. بس كان شخص صعب قوي يعني تمام. بقول لك قعدت شهر اشتغل معاه ب$5 يعني تمام. لا لا كداتا طب اناليست، وكداتا اناليسيس بقى؟ كداتا اناليست تمام. اشتغلت، كان اول مشروع اخده على مستقل. انا ما كنتش اعرف يعني يعني كنت دارس، بس كنت انا اشتغلت على لوكال ستوديو قبل باور بي اي. انا مم. اتعلمت لوكال ستوديو قبل باور بي اي. فهو كان طالب حد تمام. باور بي اي انا ساعتها كنت لسه بتعلمه يعني تمام. كنت لسه ماشي فيه كم كم فيديو كده مع الباشمهندس محمد زرنون على اليوتيوب. كان طالب تمام. داشبورد. ايه بقى، انا وجعت في المشروع دوت يعني. مش انا اتحطيت فيه يعني، مش عارف ازاي يعني. كان شركه تيدكو تمام. شركه تيدكو دي بتاع خدمات تعليميه في السعوديه، بتخدم على اكتر من 500 الف طالب تمام. مم. هم كانوا جايبين الديزاين على فيجما، دي حاجه ريحتني تمام. دي ماشي. ريحتني خالص. فانا الديزاين استريحت منه. بس كانت المشكله الاكبر ايه بقى، ان انت هتكونكت على داتا مم. بيز، وانا ما كنتش عارف يعني ايه سيكوال اصلا. انا كنت دارس سيكوال بس على مش بسيط عارف يعني يعني ايه تمام. سيكوال. ماشي. مم. كنت دارس سيكوال بس على بسيط يعني. ما كنتش، وداتا وير هاوس وحوارات كبيره، انا ما كنتش عارف الحاجات دي. ما انت اول مره واول خطوه دخلت معاهم. والمهم اختارني انا من دول الناس كلها. كان لسه اول شغلانه، مش عارف حاجه، انا ما اعرفش ولا مم. عارف يعني ايه شركه، وكان التيم معظمه هنود وبتاع. ف هنا لهنا صراحه كان ساعتها لسه ما كانش طلع اول لارج لانجوج موديل تقريبا. كان شات جي بي تي لسه في بدايته. كنت ببحث على جوجل مم. بقى، لف بقى ورا جوجل بقى، لف لف فاهم. البحث العادي غير اللارج لانجوج موديل اللي موجود دلوقتي. بس ومسكت البروجكت، وهنا هنا قعدت فيه حوالي 3 اشهر تمام. بس طلعته في الاخر يعني، وطلعته وعملوا له ديبلويمنت وطلعوه ونزلوه كل حاجه. بس ازاي كنت بديره. كنت بتعلم من الفيديوهات بتاع الباشمهندس محمد زنون حلو على اليوتيوب. كنت بطبق معاهم في نفس الوقت يعني. اخش اسمع الفيديو في حته معينه، اتعلمها وارجع تاني اكمل، اخلصها واكمل. كان معاهم، كان في التيم بتاعهم. انا كنت واخد اكونت بتاعهم، كنا ماضيين يعني مع بعض يعني حوالي 3 اشهر او حاجه يعني. ف كنت واخد اكونت منهم. كنت بكلم واحده هناك معاهم في التيم بتاع الباك اند في الداتابيز، لان انا مش عارف الداتابيز بتاعتهم اصلا تمام. والداتا وير هاوس مم. والاي ار بي سيستم، الاي ار دي الدياجرام بتاع الداتابيز نفسه ما كنتش عارفه. فكانت بتساعدني شويه. ما كنتش بعرف اكتب كويري كويس اصلا تمام. ازاي كويري على حاجه معينه، ما كنتش عارف الحاجات دي. كنت دارسها لسه في البدايه تخيل. انا مش عارف اكتب كويري او جوين معينه، ما كنتش عارف الحاجه دي. ابتديت اتعلمها وانا معاهم يعني تمام. وبرضه الكلام يعني، انا بعرف اسهل اللي قدامي كويس تمام، وبقنعه بحاجات معينه. بس بعمله شغل كويس الصراحه يعني تمام، بما يرضي الله يعني تمام. فالبروجكت مهما كان طلع دوت، كان اسوأ بروجكت انا عملته في حياتي بصراحه يعني. اول بروجكت ده واول شغل ده، انا عملت اسوأ شغل انا شفته في حياتي. لو رجعت شفته بصراحه يبقى شغل بايظ خالص تمام. بس انا فخور ان انا عملت، وان انا دخلت تحدي زي دوت. كان صعب جدا، ما كانش سهل تمام. بالطريقه اللي هم كانوا طالبين فيها حاجات ادفانسد، ما كانتش حاجات سهله تمام. انا فاكرها لحد دلوقتي تمام. ما كنتش عارف يعني ايه داكس اصلا، ولا كنت عارف الحاجات دي كلها. انت متخيل يعني واحد اول لسه بيتعلم باور بي اي، ورموه على حاجه ايه هاي اند يعني. انت بتتعامل مع داتا وير هاوس في باور بي اي على طول يعني. ف وعدت الحمد لله، وخدت ساعتها تقييم 5 نجوم عادي يعني. بالظبط بالظبط، هي ده اللي احنا بنتكلم فيه. طول ما انت لسه الكيرف بتاع التعلم موجود، اعرف ان انت على الطريق الصح. اول ما توقف تعلم، اعرف ان الكيرف هيبدأ ينزل بيك. طب وخش بصدرك، ما تخافش. خش اي تحدي ادخل فيه، ما يهمكش جرب. حاجه. وتعلم جرب. وتعلم. لا انت هم دلوقتي معاهم ادوات اسهل يعني. دلوقتي انا بقول لك الادوات زي شات جي بي تي او اي حاجه، تخش تشات معاه هيوصلك اللي انت عاوزه كله. والذكاء الاصطناعي بتعملها نهى اسهل على شغلك يا باشمهندس مصطفى. من ضمن الأسئلة برضو اللي بتيجي كتير، الذكاء الاصطناعي. لا 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 لا. هو مجرد مساعد بس. عشان العمليه بتاخد بروسس كتيره يعني. يعني انت فكر اسهل. ما انا احنا تاني اسهل حاجه ان انت تعمل داشبورد. اصعب حاجه اللي انت ان انت تجيب الريكويرمنت من العميل، وان العميل يشوف هو عاوز ايه. دي صعب جدا الذكاء الاصطناعي يستوعبها يعني تمام. المشكله مش في ان احنا نعمل داشبورد،
او تقرير او ريبورت او ان احنا نعمل اوتوميشن او فلو. المشكله كلها صح. في الاسئله وفهم البيزنس نفسه، لان العمليه برضو فيها انماط صعبه شويه. يعني انت مثلا وليكن في تولز في مايكروسوفت عاملاها تبع كوبايلوت اي ايجنت اللي بيعمل هي داشبورد. اناليست. مايكروسوفت نزلت برنامج مش جديد عارف اللي هو والله اي اي اسمها ايه. برضو اناليست بيعمل اناليسز والكلام ده كله. هي المشكله مش في ان احنا نعمل مش داشبورد فاهم. بالاي اي، المشكله كلها في ان احنا عاوزين ايه. احنا عاوزين ايه الريكويرمنت ايوه، نفسها، البروبلم نفسها. والاناليسز مش ان انت تيجي تبعت له الداتا تقول له ايه اكتر فرع عمل ايرادات فيقول لك، او ايه اقل مش عارف ايه. هو ده كده انت عملت حته صغيره من بس ضمن بس بروسيس كبير. هقول لك على حاجه برضو. انت الذكاء الاصطناعي اي لارج لانجوج موديل او حتى اي ايجنت، تمام، مش هقول لك لارج لانجوج موديل، بيستقوا قدام الكومبوزيت كويشن. بمعنى ايه؟ انا عاوز مثلا انت لو اديته داتا، تمام، اديته داتا حلو، وشرحت له الاعمده كلها وكل حاجه، رحت قلت له ايه مثلا اكتب لي داكس تجيب لي مبيعات اخر 3 اشهر متتاليه بكل فرد من الافراد في مصر، وتقارنهم بالسعوديه وكذا مثلا. السؤال الكومبوزيت دوت اللي هو مركب شويه، هو اصلا بالنسبه لنا احنا كبشر، انت عشان تفهم السؤال محتاج تجراه اكتر من مره. هو بيستك قدام مش عارف يعمله. انت عشان تكتب له داكس بالطريقه اللي انت بتحكي عليها دي مثلا، بتضطر تكتب له داكس بطريقه معقده شويه باكتر من ستيب معينه، وهو مش هيستوعبها. حتى لو حطيت له اي ايجنت برضه مش عارف يعمله. فالعمليه اللي هو لسه شويه لسه، بس هنوصل للمرحله دي، يعني مرحله اللي هو هيعمل هيستبدل داشبورد. هو ممكن نوصل، بس مش يعني. حتى لو وصلت يا باشمهندس، المشكله برضو مش في الداشبورد بس، المشكله في الاي تي ال بروسيس، المشكله في الكليننج. الداتا بالعربي، الداتا مش بالانجليزي، مثلا الداتا فيها يعني مثلا حوار في اكتر. البيك كويري والديت دوت، انا يعني تعبني في حياتي الصراحه، مش عارف بيك كويري والداتا والديت كليننج دوت. اه بالظبط، والله. الداتا كليننج مش سهله. الداتا كليننج في ارض الواقع مش اللي انت بتشوفها دي. الداتا كليننج في ارض الواقع في الشركات الحقيقيه في معاناه، في حاجات بجد صعبه جدا، انت هي فاهم، في وخاصه في لو الشركه ما فيها عندهاش فيها سيستم. بالظبط كده، وبعدين مش انا هم بقول يعملوا لهم يا جماعه فاليديشن على الداتا وهي داخله الذكاء بتبقى مش اكل. وبعدين بقول لهم الذكاء الاصطناعي يستبدل ازاي واحنا لسه في وظيفه عندنا واحد بيدوس لك على اسانسير، انت فاهم، فاللي هو لسه لسه والله. لا ما تتكلمش عليه، ما تتكلمش على، انا لسه داخل دلوقتي يعني على اب وورك، لسه داخل بقدم على جوب معين كده، لقيت شايفين فيتشر جديده اللي هو الاي اي بيعمل معايا انترفيو يعني، تمام. فعمل انترفيو كامل معايا يعني، انا خدتها يعني حاجه فظيعه يعني، واخد كلامي وبيفهمه وبيرد عليا وبيسالني اسئله اللي انا سالتها. يعني لسه قبل ما ادخل معاك من شويه يعني، دي برضو وصلنا لمرحله مش بسيطه يعني. ومره دخلت ميتنج كان معايا برضو، والله ما كنت عارف اللي هو ايه غير في الاخر يعني، اجعله واحد والله، والله لازم اجعله واحد، تمام. فهو اللي هو يوصل للمرحله دي يعني، مرحله برضو مش سهله، مخيفه الصراحه يعني. تخيل كان في شخص بيأدي مم. المهمه دي دلوقتي بقى يعني ايه. بس في كداتا لا. ليه بقى؟ هقول لك انا ليه. اولا ما اظنش ان الشركات هتسمح للاي اي ايجنت او شركه سيرد بارت اللي هي تتحكم في الداتا شويه، ياخد تمام، او اكسس تشوف. عليه. تمام. لا الكونتنشن هناك كان بتبقى عالية جدا، فصعب جدا، تمام، بالذات لو بيانات بنوك او حاجات زي كده، مستحيل ما حاجاش يعملوا حاجه لوكال عندهم يعني، تمام. وده ما اظنش اللي هو يتم، لان انت مم. مثلا او حاجه في التليكوم، انت عارف عشان تعمل حاجات تحلل البيانات اللي انت بتحكي عليها دي، عاوزه جهاز يعني مهول. ممكن يكون ايجاره بس في الشهر مثلا معدل ملايين الدولارات، مش في السنه، في الشهر. واخد بالك انت عشان تعمل كاستمر سيجمنتيشن او حاجه من الحاجات اللي هي شبه كده، مش هقول لك اناليسيس، حاجات يعني بسيطه يعتبر، تمام، برضه بتبقى بتستهلك موارد بطريقه صعبه جدا. فلسه التكلفه مقابل القيمه لسه ما وصلتش للنقطه دي. لان انت مش معنى ان احنا خلاص انه كل حاجه متوفره بالاي اي هنعملها، لازم تكون التكلفه اقل. دي حاجه مهمه لازم مم. تبقى مدركها. بمعنى ايه؟ احنا هنعمل اي ايجنت يحلل لنا البيانات، طب بكام يا عم تكلفته الاول؟ وليكن هيكلفنا في الشهر 150,000 دولار. طب ده انا راح اجيب لي 100 مهندس يشتغلوا الموضوع ده يا عم. طب اجيب 150 ايوه مهندس، بقى. تمام، ومحلل بيانات، تمام، ب ده 1000 في دولار شركات كل واحد يشتغل.
ده في شركات بتعمل الفريلانس اصلا عشان خاطر ما تجيش تعين واحد، عشان خاطر يعمل لها الكام بروجكت اللي هي عايزاه وخلاص، وما تعينش واحد. ده في شركات كاملة، يعني انت عندك في امريكا تقريبا من كل 3 فيهم واحد فريلانسنج، ومن كل 3 شركات في شركة قائمة كاملة ريموتلي. يعني انت تخيل في شركة واحد شخص دي حقيقة. بيديرها والتيم كله ريموتلي. والله فانت دي برضو من ضمن والمهارات الحاجات اللي اتكلمت فيها مع الناس. يا جماعة فكرة ان انا ما بعرفش اخش احضر اونلاين، ما بعرفش ان انا مثلا تقعد على زوم ميتنج ما تعرفش، يا جماعة دي هتبقى مهارة اساسية. هو انت فكرة ان انت، وثانيا وخاصة في مجالنا الريموتلي ثانيا منتشر فيه جدا. بالظبط، ثانيا انت لازم تبقى مدرك حاجه معينه. طبعا هي الوظائف ما بتنتهيش، هي بتتوسع. بمعنى ايه؟ يعني احنا دلوقتي شلنا الشخص اللي كان مثلا بيدوس على مثلا على زرار الاسانسير زي ما انت قلت مثلا، وليكن احنا لجيناه مثلا بالذكاء الاصطناعي، بس في المقابل احنا طلعنا مهندس تمام بيشتغل اللي هو يحط السيستم ازاي الاسانسير ويطلع وينزل، وما بيكونش في الغالب مهندس واحد، بيكون 5. يعني انا استبدلت واحد ب5، مم. بس المهاره هي اللي بتتغير. بمعنى ايه؟ الشخص اللي كان عنده مهاره قديمه بنستبدله باشخاص اكتر عندهم مهارات احدث. لكن الذكاء الاصطناعي دي حقيقة. ما بيغير يعني ما بيغير وظيفه او بينهي شغلانه كامله. لا بالعكس، انت عندك المصانع اللي شغاله في الصين شغاله مصانع في الصين مثلا كان بيشتغل فيها 5000 عامل، كلها بقت روبوتات كلها. بس انت في المقابل بتعمل ايه؟ في المقابل في اكتر من 5000 جاب عامل دول، في مهندسين اكتر من جاب مهندسين بدل 5000. العمال. جاب مهندسين شغالين. الفرق اه. اللي انا غيرت المهاره صح. بس، وبالعكس هي كترت، هي عملت سكيل. يعني هم شال 5 ووظف 15,000، خلي بالك، و20,000 و30,000. لان هو بيبص على الريسيرش والديفلوبمنت بتاع المكن، بيبص على الاوتوميشن، بيبص. انت لو بصيت لها من كذا ناحيه هتلاقي الشخص اللي كان بدل ما بيعمل كده بالمفك رايح جاي كل شويه، احنا بدلناه بمكنه. بس المكنه دي عشان تشتغل عايزه مهندس كهرباء، عايزه مهندس ميكانيكا، عايزه مهندس ميكاترونكس، عايزه مهندس روبوتات، عاوزه مهندس برمجه، عاوزه مهندس. يعني انت استبدلت شخص ب5. نفس الكونسبت في المجال بتاعنا. انت لو انت هتستبدل، لو انت بس بتعمل روبوتات مع بس الداتا اناليست مش. زود طاقته الانتاجية، يعني هو استبدل واحد ب5 اه وفي نفس الوقت زود طاقته الانتاجية. وفي الشغلانه مش انت مش مجرد بتعمل روبوتات. يعني وقلل الاخطاء. مش يعني كمجالنا احنا مثلا داتا اناليسيز تمام، او تحليل بيانات. انت بتستبدل لو انت مجرد بتعمل روبوتات بس. يعني انت مثلا مم. مطلوب منك اعمل لي التقرير ده، اعمل لي التقرير ده، بس مش فاهم البيزنس نفسه. ما انت هنا هتنتهي، ما انت هنا هتنتهي، لان ده مش شغلانه. ده بالظبط اللي هو بيدوس على الزرار. انا شغلانتي اصحى الصبح، مم. يا استاذ محمد محتاج ايه، يا استاذ عمر محتاج ايه، يا باشمهندس مش عارف محتاج ايه، محتاج الحاجات دي بتطلعها لهم وانت مش فاهم هي شغاله ازاي. تمام. لازم تفهم البيزنس دومين نفسه. طب ليه هنا اللي حصل الدروب دوت؟ طب ليه لا؟ ايه السبب في المشكله دي؟ مش هقول لك في يوم وليله، انت محتاج 3 اشهر عشان تفهم بيزنس بتاع دومين معين. تمام. من 3 ل5 كمان تمام، عشان تقدر تاخد قرار مظبوط. تمام. فانت هنا انت فهمت، تفهم السايكل بتاع الشركه او المكان اللي انت فيه، تفهم الدومين كويس، تفهم الباترن اللي موجوده في الدومين، على اساس تاخد قرار مش تحلل بس. يعني انت هنا مش تعمل داشبورد بس. تمام. لما تاخد قرار انت هنا تبقى مؤثر. هو مش هيستبدلك، صعب يستبدلك، لان انت هنا مم. ليك بصمه، ليك قرار، ليك تقرير بترفعه. واخد بالك؟ صح. ف... فالموضوع مش وحتى لو انت بعيد عن مش الدومين. يعني انا مش مش بمسك، عشوائي. لما بمسك شغل فريلانسنج بحلله وبقول للشخص ده معين كذا. يعني مثلا كان معايا متجر الكتروني تمام، كان عامل متجر الكتروني في الامارات. تمام. مم. بيهتموا هم بالبخور والحاجات دي والعود والحاجات دي عكسنا احنا يعني. تمام. فهو ايه ايوه بيحرق بيهتموا بيها كم، جدا اه. بيحرق كم فلوس على الماركتنج وساب السيو. برضه انا عاوز اوصل حاجه للناس اللي معانا، الماركتنج مش اعلانات بس. انت دلوقتي السيو اللي انت تكتب مثلا كلمه معينه فالموقع بتاعك يظهر انت الاول في البحث فيخش العميل. فانت هنا ما بتدفعش فلوس، هو العميل جاي لك كده اورجانيك ببلاش. تمام. طبيعي. تمام. لكن انت عشان مثلا تروح دافع ماركتنج، دافع فلوس في كامبين معينه، فانت بتجيب العميل. فهو كان بيعمل ايه؟ كان بيحرج مثلا $150,000 $100,000 تمام، ب $50,000 مثلا في شهرين ولا في 3. تمام. في المقابل عشان يجيب ناس، مع انه هو لو كان استثمر
من ال$150,000 في الشهرين أو ال3 دول، $50,000 في ناس تعلّي له الSEO بتاع الموقع، كان هييجي له تِلت الناس اللي بتيجي له زوّار organic وهيقعدوا تاني تمام. هو البيه إمم، قعد يحرق فلوس لمدة سنة والtrend line بتاعه مش بيعلى، لإن أنت لو بصيت على الtrend line بتاع الزوّار في الموقع بتاعك هتلاقيه خط ثابت كده، ما بيتحركش، ما بيطلعش إمم، لفوق. ليه؟ لإن ما فيش اهتمام بالسيو، على العكس المقابل كان معايا عميل من أمريكا تمام، كانوا بيبيعوا برضه في متجر إلكتروني حاجات تبع الfurnitures والحاجات دي تمام. بسم الله ما شاء الله هو ما بيصرفش حاجة، هو تقريبًا بيصرف $2000 وبيبيع ب$600,000 في الشهر، يعني ما شاء هو الله. ال$2000 كان كنت باقول له طب وأنت السيو عنده حاجة رهيبة يا جدع، ده تقريبًا ما فيش كلمة معيّنة كاتبينها في الموقع إلا 1، 2، 3 أول 3 نتايج في البحث فاهمني؟ فهي دي العقلية بتاعتك اللي أنت أنا شُفت ده وشُفت ده واديتك، طب أنت خُد بقرار، يعني أنا لمّا نصحته هو ما خدش بقرار، ولحد اللحظة اللي إحنا فيها دي برضه بيحرق كمية فلوس عشان يجيب ناس، وهو مفكّر إن هو بيبيع بيكسب مبلغ صغير، هو كده كسبان، هو كده بيخسر، هو ما فيش نمو، هو مش معنى إن أنت بتكسب إن أنت بتكسب فلوس إن أنت كده كسبان، أنت كده بتخسر كتير أوي، لأن المحل بتاعك أو المتجر بتاعك ما فيهوش نمو، ما فيش فلوس بتدخل لك بطريقة gross تمام، تبقى exponential تطلع لفوق. دي مشاكل، ما هو هنا إيه الفرق بين الشخص اللي بيعمل dashboard ومحلل البيانات؟ هو النقط اللي إحنا بنحكي فيها دلوقتي، صح، دي تمام، حقيقة، لأن أنت دي حقيقة أنا متّفق معاك تحليل جدًا. طب وأنت إيه أكتر منصة كانت زي ما نقول عليها كده الحصان الأسود بالنسبة لك؟ أكتر منصة كانت بتجيب لك شغل من مواقع أنا العمل الحُر؟ ما بدأتش في Upwork غير من حوالي يعتبر من بداية السنة دي تمام. جِبت عليها 3 شغلات، لكن المستقل هي اللي كانت الأساس، يعني بدأت فيها من شهر 1 مستقل كانت هي 2024. الأساس. إمم. من شهر 1 2024 يعني أنا خلّصت جيش أنا شهر صراحةً 9. دايمًا باقول مستقل كويسة، بس باحس إن البداية بتبقى كويسة لو في خمسات، وبعد كده إن أنت consistency في الشغل أكتر، أنا باحس إن هي أنا ما مستقل. كنتش أعرفهم أصلًا، أنا كل الحوارات اللي أنا باحكي لك فيها دي حصلت كده يعني بدعاء الوالدين يعني، أنا ما كنتش لسه فاهم المجال أوي يعني، بس أنا كنت باسمع المُخبر الاقتصادي، والله أنا فاكر لحد اللحظة إمم، دي تمام، بتاع الدكتور إبراهيم، فظهر قدّامي موقع مستقل عملت عليه account وما كمّلتش بعد كده بعدها إمم، بسنة، يعتبر بسنتين، يعتبر سنة 22 كنت في الجيش، سنة 22، 23 كنت بانزل أخلّص حاجاتي بسكريبتات بايثون كده، حاجات بسيطة كده بحيث إن أنا أجيب مصاريف الجيش بتاعي أروح أخلّصه وآجي. إمم. سنة 23 خلّصت في 9، 24 قعدت ال3 أشهر دول كده باعمل recovery كده واهدى شوية وأعيد بقى المذاكرة وأضبّط دنيتي، كنت لسه ابتديت أراجع بايثون وأراجع الExcel كويس وبعدها Looker Studio. بعد كده جات لي الشغلانة اللي حكيت لك عليها بتاعة تيدكو ديّة، ابتديت أضغط فيها شوية، أتعلمها كويس مع الPower BI مع الباشمهندس محمد زنون وهكذا، واستمريت على نفس المنوال ده يعني. ويوم ورا يوم دي حقيقة. اتطورت يعني ابتديت كل مرة شُفت حد معيّن بطريقة معيّنة، أسمع فيديوهات من هنا، أقرا معلومة أنا من عايز كتاب أقول من لك هنا، أخش على LinkedIn من هنا. حد من الباشمهندسين شُفته على Upwork ما شاء الله، الله أكبر، ربنا يزيده من فضله، عامل $1,000,000 يعني ما شاء الله. في واحد فاجئني مصري، صراحةً. في واحد واحد مصري مصري، هو مصري لأ مش مليون مش دولار فاكر معدّي كان منين. ال100 لأ، هو $100,000 كان بس. عامل كان عامل $1,000,000 ما شاء الله، الله أكبر، بس باكلمك إن هو تيجي تبُص ما شاء الله هو مش ناقص إيد ولا رجل، دخلت على الportfolio بتاعه وشُفت أنت فاهم، هو اجتهاد شخصي مع اجتهاد والله أنت فاهم، أنت مش ناقص إيد ده ولا رزق، رجل ولا ناقص حاجة. ده إمم، رزق، ده رزق ده رزق ما لناش دعوة باجتهادك أو بسعيك، ده رزق. أنت ما مش أنا بالض يعني مش معنى إن أنت شاطر إن أنت هتكسب كتير، لازم تبقى مُدرك النقطة دي وتبقى مؤمن بها إيمان تام ورضا راضي من جوّه رضاء تام، إن أنت مش معنى إن أنت أشطر واحد إن أنت تكسب كتير، مش معنى إن أنت أفضل واحد إن أنت تكسب كتير، الرزق دوّة مش بإيديك أنت تمام، ده بإيدين ربنا، هو موزّعه لكل واحد هياخد كذا، هياخد هو قد إيه، مش تمام، أنا في وجهة نظري بس برضه أنت عليك السعي، مش رزق أنت لوحده عليك برضه يا السعي. باشمهندس مصطفى، أنا باحس إن في علاقة طردية زي ما بنقول كده ما بين الرزق والاجتهاد، ده هيزيد، ده هيزيد، أنت فاهم؟ ماشي، ماشي، أنت مش بتسعى، أنت بالضرورة، بتسعى أنا ما باقولش إن دي وبتجتهد. قاعدة. ما إمم. باقولش إن دي قاعدة، بس باقول إيه، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، أنت فاهم؟ فكرة بالضبط إن كده، هو إيه، بالضبط. إن أنت هتسعى هتلاقي، ما هو أنت برضه ربنا أكيد بيقيّم مجهود الإنسان وبيشوفه بيجتهد إزاي، فأنت لو اجتهدت وعارف في مثل بيقول لك رزق الفرّاك، أنت فاهم؟ رزق الشخص صح، الفرّاك اللي يقعد يحاول ويجرّب. بُص،
الله ينور عليك. تاني حاجة برضه لازم تبقى عارفها، برضه المنافسة ابتدت تبقى تزيد، الوعي عند الناس دلوقتي ابتدى يبقى يزيد، الناس بقت مدركة، والشباب اللي طالع جديد مثلًا Gen Z كمان كله واعي دلوقتي ومدرك الكلام اللي إحنا فيه، غير أنا ما أعرفش أنت مواليد كام يا باشمهندس مازن، تمام؟ إمم. الأجيال الجديدة غير يعني أنا مواليد 97 تمام؟ فالأجيال الجديدة دي حاليًا هي مدركة الremotely work والfreelancing ومواقع الfreelancing، وعارفين إن ده المستقبل، فهُم ضاغطين والمنافسة تبقى أقوى في المستقبل، تمام؟ يعني اللي هيبدأ إمم. دلوقتي صدّقني هيبقى أفضل من اللي هيبدأ بعد 6 أشهر، تمام؟ فأنت ادخل واسعى واتعب، ما تستناش نتيجة بعد سنة، بعد سنة ما تستناش نتيجة، بس ابدأ، أنت ممكن تبدأ في خلال 6 أشهر، ممكن ييجي لك عميل في خلال شهرين، سنة، شهر. ممكن تعمل اللي أنا عملته كله في سنة عادي، تمام؟ دي يعني أنت ليك السعي، دي نقطة أنا والاجتهاد زي ما صراحةً أنت قُلت، أول أسلوب ما عميل كان جالي بسبب إن أنا كنت باتّبع أساليب كده، كان جالي في أول أسبوع صراحةً بسبب إن أنت فاهم، بس أنا كنت باسترِس نفسي جامد عشان أكون صريح، وده مش حاجة كويسة. كنت باسترِس نفسي جامد إن أنا أقعد كل شوية أحاول هنا وأحاول هنا وأجرّب وأجرّب، أنت فاهم؟ كنت قاعد عمّال أفرُك في مكان كتير. أي نعم ربنا كرمني بأول عميل في أول أسبوع، بس عايز أقول لك إن هو أسبوع أنا كنت واخده كده زي aggressive plan، إن أنا قاعد هاقعد أعمل كذا وأعمل كذا وأعمل كذا، أنت فاهم؟ وأجيب حتى لو إمم، هاعمل مجانا، وبالفعل كنت باعمل آه. مجانا في البداية. لا، لا، ما تشتغلش بس مجانًا أبدًا، تمام، مع أي حد، يعني دي نقطة برضه أنا ضدها الصراحة يعني، تمام، لو إمم. هتشتغل مع حد اشتغل بفلوس عادي يعني، تمام، وما تبدأش بالنقطة ديّة على الfreelancing، تمام، و زي ما قُلت لك، أنت مع المحاولة هتجيب، يعني أنت كده الشغل ابتدى يزيد، حتى على مستقل دلوقتي ابتدى يعني الشغل يبقى فيه كويس وكتير، Upwork الشغل فيه كتير، مع إن أنا ملاحظ إن Upwork في خلال شهر 8 و7 عشان بس عندهم أجازات في الأيام اللي إحنا فيها دي، فالشغل فيه قَل، فأنت مثلًا لو هتبدأ ابدأ من شهر 9 مثلًا والّا حاجة، لو أنت تشتري فلوس هتشتري connect على المستقل أو على Upwork، ممكن تبدأ من بعد شهر 8 يعني، تمام، أو في آخر شهر 8 كده، بحيث تكون الدنيا ابتدت ترجع شوية، تمام، والناس تبدأ يعني. أنا في وجهة نظري صراحةً تبدأ بالمنصات العربية، المنافسة أقل، أنت فاهم؟ الcompetition أقل ما من أظنش، Upwork أنت مستقل دلوقتي بيقدّم بال50 واحد على الوظيفة بتاع محلل بيانات، مش عارف دي ما كانت فيش وجهة سهل. نظري. Upwork الهنود أنت فاهم، بس بقى في ميزة للمتحدثين باللغة العربية، الميزة بتاعة اللي بيتكلم باللغة العربية، أنت فاهم، بس الموضوع ده مش عندنا كdata analyst، الموضوع دوّة ك كأشغال تانية، يعني مثلًا الgraphic designer اللي بيتكلم عربي مثلًا، دي ميزة ليه على Upwork، أنت فاهم قصدي؟ لإن في ناس بتخش تدوّر على graphic designer بيتكلم عربي، أنت فاهم؟ إمم. إنما الهنود في مجال الdata analysis صراحةً يعني أنت فاهم، يعني ما لأ، هُم بيعتقوش. كده هُم عارفين إن شغلهم نُص تعبان. الجماعة الهنود دول يعني مش عارف والله، يعني الواحد تعبان تعب منهم، أنا باكره التعامل معاهم الصراحة، أنا مش متنمّش، بس يعني شغلهم يعني دايمًا تعبان إلا من رحم ربي، يعني حاجات قليلة أوي لمّا تلاقي الجماعة الهنود يعني الناس منهم كويسة طب يعني، تمام. طب وأنت بتسعّر شغلك إزاي في الfreelance يا باشمهندس مصطفى؟ إيه المعايير اللي بتستند عليها في إن أنت تحط تسعيرة لشغلك؟ عشان خاطر السؤال ده بجد crucial جدًا، ناس كتيرة بُص بتسأله وما بتبقاش عارفة تحط تسعيرة لشغلها. بُص أنا عانيت منه أنت في البداية على الصراحة. أنت حُط ساعة، يعني مثلًا والله الحاجة دي تاخد مثلًا 10 ساعات مثلًا، الساعة مثلًا بجنيه، 2 جنيه، تحطها وهتعرفها مع مرور الوقت، يعني أنت تعرف إن الشغل ده هياخد كام ساعة، تمام، دي في بدايتك، لكن بعد كده أنت لمّا تشوف مشروع معيّن بتشوف تفاصيله، بتدرك اللي أنت أنا المشروع ده هاخده بX أو بY أو بكذا، لإن أنت بتبقى مُدرك إن المشاكل كاملة بالحوارات اللي وراه، بالخبايا كلّها بتبقى مع الفترات الزمنية، بتبقى مُدرك إن الحاجة دي هتاخد كذا يعني، تمام، يعني أنت بتحسبه بس في بالساعة الأول والّا بالمشروع؟ على أوقات كده وأوقات كده، يعني لمّا أبقى عارف مشروع معيّن بتفاصيله وعارف إن الخبايا اللي هتظهر فيه بالمشاكل اللي فيه، باقول مثلًا سعره X، تمام، لمّا في إمم. مشروع باحسّه اللي هو أنا مش مُدرك كل خباياه، حلو، باروح أقول له إمم. مثلًا إن المشروع ده ممكن ياخد منّي مثلًا كذا، تمام، 10 ساعات، 20 ساعة، 30 ساعة، 40 ساعة، تمام، وسعره كذا، تمام، بس. طب إيه أنواع المشاريع اللي بيشتغل عليها محلل بيانات؟
يعني قول لي كده ايه غالبيه انواع المشاريع اللي انت اشتغلت عليها مثلا؟ اذا كان داشبورد، معظمها اذا كان داتا مانيبيوليشن مثلا، معظم اذا كان ريبورتنج، مع- ستاتيك ريبورت مثلا. معظمها بيكون في 3 دومينات يعني، تمام. امم. الماركتنج والسيلز والبروجكت مانجمنت في الفريلانسنج طب في الاتش وانواعها بقى ار. كلها ليها علاقه بان انت تكري الداشبورد والكلام ده كله، ولا في حاجات تانية ليها معظم علاقه بان معظم انت عايز معظم يطلع انسايت؟ معظمهم لا، معظمه اوتوميشن وداشبورد. معظمه اوتوميشن وداشبورد يعني انت بتكون يعني، انت امتى تطلع ريبورت معين او ريبورت لحد فوقيك؟ لما تكون في شركه مش في فريلانس. يعني هو مش هيعتمد عليك في حاجه معينه، ما يقدرش ياخد منك قرار. فاهم قصدي. طب وانت ازاي بتقدر تبني بورتفوليو يا باشمهندس مصطفى؟ يعني قول لي كده نصايح ان انا ازاي ابني بورتفوليو. انا بدات اتعلم اهو الحمد لله. ابني بورتفوليو ازاي عشان خاطر اخش بيه على ماشي. مستقل اعمل خمسات اب حاجه وورك ايا حاجه كان. حاجه تكون خاصه بيك، مش حاجه مش معموله قبل كده. انت شفت مثلا شخص عمل داشبورد على اليوتيوب، اعملها تمام، ما عندناش ادنى مشكله. بس ما تجيبها ليش مم. هي تحطها لي زي ما هي في البورتفوليو. ما انت كده ما عملتهاش. انت اعمل حاجه خاصه بيك، بتحط التاتش بتاعك والديزاين بتاعك وحطها، وتكون حاجه يونيك، حاجه فريده من نوعها بتاعتك انت، تمام. وتحطها تمام بطريقه مثلا على مستقل ولا حاجه ب3 ولا مش عارف 4 دلوقتي، تمام. على اب وورك نفس الموضوع، تحطهم تمام. المشاريع مهمه جدا جدا، لان انت في اول حياتك هو بيخش على يشوف المشاريع بتاعتك وشكلها، تمام. بعد كده انت لما تتطور وبتبتدي تشتغل، التقييمات هي بتاثر. فانت المشاريع اللي انت تعملها في بدايتك تكون مشاريع انت ما تقلدش حد، تمام. انت خد منهم مم. الافكار، جمع افكار معينه، اعمل داتا كده بطريقه معينه تفيد الديزاين اللي في دماغك واللي هتنفذه. حط ديزاين يكون يعني فشيخ من الاخر خالص، بيجذب العين اكتر، تمام. وانت هتلاقي شغل. يعني هو والله. البورتفوليو مم. بتاعتك كمبتدئ، هو كمبتدئ هو اللي هيأثر معاك. انا عندي رأي في الحتة ديت، مبدأ اللي هو اسمه كوبي اند انوفيشن. انت في البداية انت بتبقى كوبي. حاول شفت البروجكت اللي على اليوتيوب ده قلده زي ما هو، ما عنديش مشكلة فيه. بس هتوصل لمرحلة بعد كده انت عرفت ازاي الحركة دي بتتعمل او ازاي الكلام ده بيتعمل، ابدأ بقى في مرحلة تانية اسمها ما هو انوفيشن، المشكله، ابتكر ما بقى. هو العميل، ما احنا مشينا بنفس الكونسيبت ده. ما هو قدامه مهندس احمد ومصطفى ومازن وعمر وكذا، واحمد وعمر انا بتكلم على ومازن اللي كلهم بيتعلم في مبتدئين. البداية. مم. ما هو انا جاي اقول لك في النقطه دي اهو، انا جاي اقول لك مم. في النقطه دي. احنا جبنا الخمس مهندسين دول، هم كلهم مبتدئين، وكلهم دخلوا بحث عن اليوتيوب، ليه اول فيديو يوتيوب او 2 او 3 طلعوا فيهم اكتر ناس مشهورين مثلا وعاملين بروجكتات معينه، وراح عملوا زيهم كلهم. هو دخل عند 1 و2 و3 لقوهم شبه بعض. فهنا دي معضله. هو هنا لازم انت تبقى عامل بروجكت يكون حاجه خاصه بيك، تمام. يكون فيها شغل نظيف. انت لو عامل 3 بروجكتات، 3 بس، وشغل نظيف، تمام. في هاشتاج اسمه داتا فام على لينكد ان، خش عليه. من الاخر تمام. في داشبوردات بالكوم، استوحى منهم، اعمل لك داشبوردات نظيفه منهم بالسلام. اسمه داتا فام. داتا فاهم. فام ما انا هقول، بس. انا كان قصدي ان هو هيقلد في البدايه. انا ما بقولش ان هو مش هيحط بقى اللي هو قلده ده في البورتفوليو. هو اتعلم ازاي الحركات بتتعمل، بعد كده يبتكر بقى اللي هو انوفيشن، كوبي ان انوفيشن، اه بيخش بقى في المرحله اه التانيه اللي هي بالظبط. يبتكر فيها. بالظبط امم. بالظبط كده. انا حته الفيجواليزيشن عندي فيها نقطه ضعف هنا، يعني ما بعرفش اعمل ديزاين كويس. النقطه دي عندي هنا اه. يعني، تمام. ما هو انا عندي مشكله برضه في حته تناسق الالوان. انا دايما بعتمد على اي موقع عشان خاطر ينسق لي الالوان. انا اسوأ واحد في تناسق الالوان. انت فاهم الفكره ازاي؟ لا، هو حتى حته اللبس اللي انا الالوان دي انا بلبسه قدرت تناسق احلها الالوان يعني. فيه. لا، حته الالوان انا ما عنديش مشكله فيها قوي. انا المشكله كلها في الديزاين بتاعهم. بس الحمد لله في كام موقع كده يعني ابتديت ادور عليهم كده، كلر بليت. فساعدوني جامد كلر يعني. بليت واحد من المواقع اللي هو لا لا، صراحة في بيفيدني موقع أوي في الحتة دي. اسمه بار باي سيم جنريتور، وفي عندك في موقع اسمه إمم. بار باي باك جراوند، وفي بار بي اي دوت تيبس، وعندك في حاجه اسمها شورت تمبلتس. الحاجات دي ابتدت تساعدني في اخر ايام يعني. ابتدت ان انا اشوفهم يعني، فبيدوني يعني طب أنت بيعملوا تشبع كده في دماغي. وسجا تمام. تمام، باشمهندس تغذية سجا بصرية. كمان بتساعد.
تغذيه بصريه، وفي باشمهندسه اسمها ساجة على لينكد ان كده يعني بتساعدني في حوار الديزاين دي، بسم الله ما شاء الله يعني. انت تمام. تعرفها؟ ما شاء الله، باشمهندسة ساجة من غزة. انا عارفها. دي من اول الناس اللي كانت بتتابعنا على القناة، ما شاء الله، دي من زمان قوي يعني. باشمهندسة ساجة ما شاء الله، وكانت عاملة كذا لا بروجكت احنا في ارامكو اه ومش عارف ايه احنا والكلام ده كله. فهي يعني احنا يعتبر انا وساجة يعني اخوات يعني، فدايما بنتواصل مع بعض وبنشتغل مع بعض كتير يعني، فهي تمام. بتساعدني في حوار تنصح الديزاين ده يعني. عشان خاطر هي، هقول لك ليه هي شاطرة في الحتة دي، لان هي درست يو اي، انت فاهم، يوزر اه انترفيس، اه واجهة اه المستخدم. اللي درس يو اي وجه دمجها بقى وتعلم تحليل بيانات، بيبقى جامد قوي في حتة الديزاينات بتاعت الداشبوردز والكلام ده كله. بصراحة رهيبة في النقطة اللي بتساعدني جامد يعني. وبالنسبة لتنصح الناس ان هي في البداية تشتغل فول تايم جوب ولا تشتغل فريلانس؟ ايه الافضل ليهم في البداية؟ ما يسعى في مين والله اكتر؟ لسه ما كملتش في الفول تايم جامد قوي عشان اقدر اجاوب على السؤال ده. السؤال ده اوت اوف سكوب بتاعي، ما اقدرش اجاوب ابدا على السؤال ده. طب انت بما انك انت في كارير تحليل بيانات اكتر ولا في داتا ساينس، دخلت في داتا ساينس ولا انت؟ لسه والله، بس لسه ما بداتش في الداتا ساينس، بس يعني في الماب كده يعني، مثلا في خلال بداية السنة الجاية دي أحاول أنا آخد ستيب في الداتا ساينس يعني. وايه النصيحة اللي تحب تنصح بيها اي حد ناوي يخش في الفريلانس او العمل الحر؟ نصيحة كده من باشمهندس مصطفى نقدر نقول عليها الزتونة بقى. اللي أنت تراعي ربنا في شغلك وتجتهد وتقدم للعميل شغل بما يرضي الله، ومهما كان سعرك عالي أو قليل تقدم خدمة كويسة وجودة كويسة، وتراعي ربنا في شغلك. تمام. وتقدم له سبورت كويس جدا جدا. تمام. وتعامله أحسن معاملة، وهو هيرجع لك تاني، بدل بعميل واحد هيرجع لك ب10 عملاء بس. يعني دي حقيقة. أنت حتى لو لما تقدم له جودة سبورت، هو كده خلاص، هو بالنسبة له الدنيا تمام يعني. وانت بتتكلم على فكرة اللي هو ابدأ، يلا خش ابدأ. طب انت تنصح اللي يخلص ابدأ ابدأ. البودكاست ده بقى بعدها على طول يعمل ايه؟ يخش هو ليه ما يبدأ. يعرف، ما عندوش خلفية مثلا في المجال، او لو عنده خلفية في المجال؟ هو لو عنده خلفية بسيطة لسه في البداية ويبدأ، يبقى زي أنا والله معظم يعني معظم البروجكتات اللي باخدها ما ابدأ بابقاش بايه عارف طب؟ أكتر من 60%. يبدأ يبدأ يعني يخش يعمل ايه؟ يبحث. يعني هو دلوقتي لو واحد عنده 50% 30% بس من النولج بتاع المجال، يعني هو لو عارف اكسل ب 30%، وعارف باور بي اي ب 30%، وعارف سيكوال ب 30%، يبدأ يخش على موقع العمل الحر ويشتغل. وهو مم. شغال هيتعلم. وهو شغال هيتعلم. وهو شغال هيتعلم. لكن لازم ابقى فول اوبشن باور بي اي 100%، سيكوال 100%، مش عارف ايه، مش هنخلص. حوار الكمال ده لله لوحده يعني. انت عمر انا كمصطفى بقول لك اهو، انا في باور بي اي لسه في الداكس برضه مش اقوى حاجه يعني. تمام. لسه في الفيجواليزيشن مش اقوى حاجه، بس شغال. فانت لازم تدوس انا عارف نقطه ضعف. فاهم. حسنها. انت هتبقى انت وانت شغال هتبقى عارف نقطه ضعفك، هتحسنها. تمام. لازم. ما انت مش هتبقى عارف كل حاجه يعني، طبيعي يعني. بس ابدأ. ابدأ. ابدأ وامشي في مجالك، وامشي واسع في رزقك. تمام. واغلط مرة واثنين وثلاثة، واتعلم من غلطك، ومالكش دعوة بالباقي. ده حاجة بتاعت ربنا بقى. انا صراحة استمتعت بالبودكاست ده يا باشمهندس مصطفى، والله العظيم انا عايز اقول والله لك أكتر انا يا شخصيا باشمهندس استفدت نبي. بيه والله. والله العظيم انا الله شخصيا يبارك فيك يا رب. استفدت بيه، ده بجد بعيدا عن اي شيء. الله. الله آه. يبارك فيك يا رب. الله يخليك يا باشمهندس. دي حاجة. الحاجة التانية، لو أي حد حابب يتابع باشمهندس مصطفى ويشوف البروجيكتس اللي بيعملها، يشوف الحاجات دي كلها ويكون متابع ليه، هنسيب لكم اللينك بتاع حسابه على اللينكد إن شاء الله في الوصف في الديسكريبشن، تقدروا تتابعوه بإذن الله. شكرا ليك يا باشمهندس مصطفى. العفو العفو. إن شاء الله إن شاء الله نشوفك في بودكاست تانية وأنت عامل بروجيكتس جامدة كده، نشاركها حتى مع الناس ونشارك الناس في إن شاء البروجيكتس ديت. الله نعمل حاجة تبع ونحط الفريلانسنج الناس. مخصوصة ازاي. اه، نعمل حاجة حتى مع بعض، بإن إحنا نجرب نخش بروجكت من A to Z وننزل فيديو من أول ما جبنا البروجكت من العميل لحد ما نسلمه، وإحنا كل ده متصور بإذن الله.